ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في المحاضره الثالثه. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الانفوجرافيك على مدار محاضرتين. آه، احنا النهارده باذن الله هناخد الموضوع في ستيبس بسيطه جدا. ميزه بصراحه الاستراكشر بتاع المحاضرتين بتوع الانفوجراف ان اي حد يعرف ان هو يطبقهم بسهوله. آه يعني لو انت مشيت على الخطوات دي، لان انا يعني لما جيت صغتها في سير القواعد، بحيث ان انت لو مشيت على خطوات واحد اتنين تلاته اربعه، فانت في النهايه باذن الله هتوصل لنقطه كويسه، او هتوصل لان انت بتطلع نتيجه حلوه، النتيجه احسن من الاول مع التكرار. واتقانك للنتائج، ان النتائج اللي انت بتطلعها دي اطلع ان شاء الله شغل كويس جدا. طيب، احنا ان شاء الله المحاضرتين بتوعنا بيكونوا عباره عن ايه؟ احنا بيبقى اول حاجه برضو بنتعمق شويه في حته الانفوجراف ومكونات الانفوجراف وحاجات نخلي بالنا منها. بعد كده بنخش في صوره القواعد دي بتبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه قراءه المحتوى وتحليله، حركه العين، التغذيه البصريه، وكمان مراجعه الهويه البصريه، اختيار الصور والتعامل مع الخطوط، وكمان الايقونات، وتعديل وتحسين الوان الصور او الانفوجراف بشكل نهائي، وتطبيق عملي في اخر كل محاضره. طيب. اول حاجه ايه هو الانفوجراف؟ وده احنا اتكلمنا عنه المحاضره اللي فاتت تقريبا واللي قبلها. بس هنا خلينا نبسطه اكتر. الانفوجراف هو اسلوب من اساليب التصميم، وهي ككلمه من الاساس اختصارها، او هي دمج بين كلمتين اللي هو الانفورميشن والجرافيكس. ببساطه شديده احنا بنحاول ان احنا نجمع المعلومات وان احنا نوصلها بصوره شكلها كويس، وان احنا نعرضها بشكل جذاب. العين سهل ان هي تفتكره، وفي نفس الوقت بتعرض معلومات جذابه او بتعرض عدد من المعلومات الكويس. طيب، السؤال الاهم وسؤال كويس جدا 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 هو انا ليه ممكن اتعلم انفوجرافيك؟ خلونا عشان يبقى الريتم سريع كده، خلوني انا اجاوب على الاسئله بحيث ان شاء الله ايه، يعني ما تحسوش بملل او اي حاجه. طيب، ليه انا ممكن اتعلم انفوجرافيك؟ الانفوجرافيك هو كمهاره، هو حاجه اساسيه من مهارات الديزاين بشكل عام. ليه؟ لان انت بتعتمد فيه بشكل اساسي على البرنسبلز ديزاين اللي احنا اتكلمنا عن جزء منها في الاول في السيشن الاولى، وكمان بيعتمد بشكل اساسي على اللاي اوت. احنا معانا دلوقتي حتى بسيط، فلو انت سالت بسيط دلوقتي ايه اللي ممكن يكون بيفرق براند ديزاينر عن براند تاني، لو انت نفس الديزاينر، واحد شاطر في اللاي اوت وواحد مش شاطر في اللاي اوت، واديت للاثنين لوجو وقلت لهم ان انا محتاج فيجوال ايدنتي. الشاطر في اللاي اوت بيبقى سهل ان هو يوصل الاركتايبس بتاعت البراند نفسه، بيبقى سهل ان هو يطلع البراند بالصوره المطلوبه، بيبقى سهل ان هو يبروز البراند بشكل كويس، بيبقى سهل ان هو يوصل اللوك اند فيل والاحساس اللي انت عايز توصله من البراند ده. فكجزء الانفوجراف انت بتعتمد فيه بشكل كبير على حته اللاي اوت. فدي نقطة مهمة جدا وهيفيدك في حاجات كتير قوي. النقطة التانية فيه ان هو مطلوب في السوق بشكل كبير جدا، مطلوب في السوق بشكل كبير جدا جدا جدا، خصوصا في سوق الجلف بشكل عام. احنا عندنا دلوقتي مؤسسات حتى في مصر بقوا بيعتمدوا على جزء من على جزء الانفوجراف في طريقه عرض البيانات او في طريقه عرض المعلومات. عندك الجزء بتاع المقالات او المجال الاخباري بشكل عام كله بلا استثناء. عندنا الوزارات كلها بلا استثناء، في السعوديه، في الامارات، في الكويت، في البحرين، في عمان، في كل حته. والحاجه الاخيره كمان، لانه برضو بيحقق غرض مهم جدا، ان هو إن انت بتوصل للقارئ معلومه في 10 ثواني او اقل، عن طريق ان هو بيشوف كميه داتا او كميه معلومات كبيره جدا في وقت قليل جدا. فده بيسهل عليه الادراك بتاع الكونتنت او بتاع المحتوى. انا من وجهه نظري بصراحه، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، تتفق او تختلف معاها. انا بشوف ان الانفوجراف كوسيله، كوسيله لعرض المعلومات او كوسيله للتسويق، ممكن تكون فعاله اكتر من السوشيال ميديا. ممكن بتظهر لك او بتبين لك اذا كان الشركه دي مثلا فيها كونتنت كريتورز قويين وعندهم افكار حلوه، بتبين لك اذا كان الديزاينرز الموجودين دول شاطرين وفاهمين كويس قوي يعني ايه ديزاين ويعني ايه لاي اوت وازاي بيعرضوا ويوصلوا المعلومه بشكل كويس. وفي نفس الوقت كمان ان انت فعلا بتقدر ان انت توصل، يعني بتختصر وقت كبير جدا، وده بيسهل عليك عامه حاجات تانيه كتير. طيب، واخر حاجه برضو تاني، لان هو مطلوب بيجيب فلوس واحنا بنشتغل عشان الفلوس. دي نقطة مهمة أوي. طيب، إيه هي بقى مكونات الإنفوجراف؟ وقبل ما أقول لك إيه هي مكونات الإنفوجراف، ليه
جزء من مكونات الانفوجراف ممكن يكون مهم. مكونات الانفوجراف مهمه عشان خاطر احنا دلوقتي بنفصصهم مع بعض، عشان كل نقطه فيهم بنبدا ان احنا نصيغها، او نبدا ان احنا نشوف هي مكونه من ايه او هي عباره عن ايه، عشان نشوف ازاي هنفجولها وازاي هنعرضها على الناس وتحقق الغرض بتاعها. اول حاجه احنا عندنا بيكون عندنا انفورميشن او بيكون عندنا معلومات. المعلومات اللي هي مثلا ممكن تكون الهدف الاساسي من الانفوجرافيك ده، او الهدف الاساسي من البوست ده بشكل عام. عندنا فكره دايما بنحاول ان احنا نوصلها، مش دايما الانفوجرافيك بيبقى فيه فكره، بس لو حاولنا او قدرنا ان احنا نوصل فكره بشكل كويس، ده بيبقى بيعزز من قيمه الموضوع بشكل كبير جدا. عن طريق مثلا لو ركزنا فقلنا يوم التاسيس اللي فات، ف يوم التاسيس اللي فات لو لاحظت هتلاقي ان كان في ترند طالع ومشهور. يوم التاسيس السعودي كان في ترند طالع ومشهور، بيقولوا ايه في الترند ده او كانوا بيتكلموا عن ايه؟ بيقول لك ان يا باشا احنا عندنا الباترنز والحاجات بتاعت يوم التاسيس راحوا عاملينها جوه معالم السعوديه الشهيره، عن طريق ان هم مثلا خدوا برج الرياض، خدوا برج الساعه، وبقوا يرسموا الابراج دي بالباترنز بتاعت يوم التاسيس. فده فكره انت ممكن تحاول تقدر ان انت توصلها. عندنا نصوص او البيانات، عندنا ارقام، والارقام جزء مهم جدا من الانفوجراف. ان شاء الله برضو هي مش موجوده هنا بس هجهزها لكم السيشن الجايه. احنا بيبقى عندنا اصلا انواع من الانفوجراف. الانفوجراف ليه كذا نوع. من وجهة نظري بصراحة بشوف إن مفيش فرق، وإن اللي بيصمم في مقولة شهيرة كده أنا بحبها، بيقول لك if you can design one thing you can design everything. يعني لو أنت بتعرف تديزاين حاجة أنت ممكن تديزاين أي حاجة. فحتة الأنواع بصراحة بشوف إن هي ما فيهاش فرق كبير. عندنا أيقونات. الأيقونات حاجة مهمة جدا 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 في تصميمات الانفوجراف، لان هي ببساطه ممكن توصل او ممكن تدي هند لليوزر اللي بيشوف الديزاين ده، اني بتقول له يا باشا بص ان ممكن بدل ما تقرا الفقره دي كلها ممكن احط لك ايقونه تعبر عن الفقره دي. عندنا جرافيك اليمنتس، سواء كانت بقى البراند جايد لاين والايدنتي، وان احنا ازاي بنعرضها، البراند اليمنتس وكل الكلام ده. وطبعا عندنا صوره ككونها عنصر اساسي من عناصر الانفوجرافيك. طيب هنرجع تاني برضو ونقول ان يا جماعه الديزاين هو الاساس. ما ينفعش تتعلم براندنج وانت عندك مشاكل في الديزاين، ما ينفعش تتعلم لاي اوت وانت عندك مشاكل في الديزاين، لان كل ده هو جزء من الديزاين. فانت لازم تكون متاكد ومركز ان انت الديزاين عندك البيز هو الاساس بتاعك. فانت لازم البيز عندك او الاساس بتاعك يبقى كويس. لو الاساس عندك كويس هيبقى سهل ان انت تعمل اي حاجه، وسهل ان انت تتعلم اي حاجه وتشتغل اي حاجه. لو قلت لك ان مثلا يو اي واليو اكس ديزاينر هو عنده برنسبلز ديزاين كويسه. لو قلت لك فيديو اديتور لازم يبقى عنده برنسبلز ديزاين برضه، يكون ذاكرها كويس وعارفها كويس، لان ده هيساعده في ان هو يطلع فيديو شكله حلو، هيساعده في ان هو يحرك يعمل لاي اوت جوه الفيديو بشكل لطيف وشكل لذيذ. كل حاجه بتسمع في الديزاين في الاخر، يعني في الاول وفي الاخر هي كريتيف اندستري او ديزاين اندستري بشكل عام. طيب في حاجه هنا مثلا. طيب في حاجات كده بنحاول ان احنا نركز عليها او ان احنا نخلي بالنا منها دايما، اني وده مش في الانفوجراف بس، ده في اي حاجه بتتعرض على السوشيال ميديا، ان انت دايما الثواني الاولى، الثانيتين او الثلاثه الاولانيين دول هو اللي الجمهور فيهم بيقرر اذا كان ممكن يقرا او يهتم بالديزاين ده ولا مش هيهتم. هم اللي الجمهور فيهم بيحدد او بيشوف اذا كنت ممكن هتفاعل مع الديزاين ده او مش هتفاعل. هو بيكون انطباع عن الماده اللي انت بتعرضها قدامه، وبيكون انطباع عن البراند اللي انت بتفيجوله. دايما لو الكونتنت كريتور شاطر وانت كديزاينر صايع بمعنى اصح، دايما هتحاول او هتعرف ان انت ان هو يشوف العنوان بتاعك، او ان هو يشوف الفكره العامه بتاعت الانفوجراف ده يفتكره مش هينساه. طيب ودايما حاول ان انت يكون عندك ابهار وجوده في تقديم المحتوى، ان انت تبعد عن الحاجه ان هي تبقى بيزك. يعني حاول على قد ما تقدر ان الموضوع يبقى شكله اتراكتيف، وان هو يكون شكله يحمس الناس ان هي تبص عليه وان ايه ده واو جامد. وده ببساطه شديده ممكن يبقى عن طريق اللاي اوت اللي انت بتعمله. لو مش عن طريق اللاي اوت فببساطه شديده جدا 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 ممكن يبقى عن طريق فلتر بسيط قوي جوه الفوتوشوب، زي فلتر الكاميرا رو. انت ممكن تخلص لو الديزاين في الاخر مش حلو، انت لو دخلت على الكاميرا الرو قعدت تلعب شويه هيحسن معاك من الشكل بتاع الديزاين.
بتحاول على قد ما تقدر زي ما بنقول لو الماتيريال اللي معاك مش مساعداك، ليس الشغلانه عشان تطلع شكلها احلى، يعني عشان تطلع الناس تحب انها تتفرج عليها، عشان انت كيوزر تحب تبص عليها. واخيرا وليس اخيرا، ما تحبش شغلك، والمقصود بيها هنا ان انت يعني ما تتحمس، او مش عشان انت عملت ديزاين انت شايف ان هو جامد او عملت فيه حاجه مختلفه تحبه. فده المقصود بكلمه ما تحبش شغل. تحب الحاجه اللي انت شايف ان هي هتكون مفيده، يعني مش عارف اصيغها ازاي، بس بمعنى اصح او ببساطه شديده، انت لو عملت حاجه حلوه فانت بكره هتعمل الاحلى منها، وبعده هتعمل الاحلى والاحلى، وبعده هتشوف ان انت كنت اللي انت بتعمله ده زي الزفت. فببساطه شديده جدا جدا جدا، دايما تقبل النقد على شغلك، وافهم النقد اللي قدامك ده هل هو منطقي ولا مش منطقي، وما تبصش لشغلك بنظرة اني لا ده انا جامد، انا مفيش مني اتنين. هو احيانا ممكن الاديت اللي بيديهولك ده تبقى انت مش مقتنع بيه، بس تعالى طبق، تعالى امسك كده الاديت ده وابدا نفذه، حط الاثنين جنب بعض، وارد بنسبة كبيرة جدا انك هتلاقي الاثنين اللي هو لا ده احسن فعلا، التعديل ده فرق في شكل الديزاين بشكل كبير. طيب الحاجة التانية، ليه أنا بقول ده وليه بأكد عليها؟ يا جماعة إحنا طبيعة شغل الإنفوجرافيك عامة بيبقى مع جهات سعودية في المقام الأول، أو جهات خارجية بشكل عام. فده بيبقى برضو يعني، عارف أنت أوقات بتاخد إيديتس اللي هو يا جماعة إيه ده؟ إيه ده؟ فانت ما تحبش شغلك واعمل فيرجن ليك وفيرجن كلاينت عشان تعرف تكمل، عشان ما تختنقش، عشان ما يعني هتلاقي ان انت توصل لمرحله كده ان لا انا مش، انا فاشل، انا ما بعرفش اطلع شغل، انا. فدايما ركز في الحته دي، ان انت اسمع النقد، طبقه، حط الاثنين جنب بعض. لو انت ما زلت شايف ان انت لما حطيت الاثنين جنب بعض شايف ان لا اللي انت عملته كان احسن، استشير اثنين حواليك، ايه رأيك في كذا، لو اختاروا اللي انت شايفه احسن فخلاص يبقى الشخص اللي اداك الاديت ده هو بس بيعبر عن وجهة نظره، او بيعبر عن رؤيته الفنية مش اكتر. لكن في حاله ان ان لا في فرق، او ان الاثنين التانيين قالوا لك خلي بالك ده انت عندك مشكله في هنا، او لا الكلاينت ده كان معاك حق في التعديل ده، فاعرف ان انت عندك مشكله. ممكن المشكله اللي عندك دي تكون في ان انت ما بتتفرجش كتير، ممكن المشكله اللي عندك دي تكون في ان انت هو عندك وجهه نظر غلط، او واخد الموضوع على ان هو شكله يونيك او شكله مختلف. بس في النهايه هو كغرض وظيفي من الانفوجراف ده سيء. فنخلي بالنا من النقطة دي. طيب نخش على طول. أول حاجة قواعد تصميم الانفوجراف. أول حاجة عندنا هي قراءة المحتوى وتحليله. كان في سؤال؟ ما فيش سؤال. طيب ليه أنا مهم بالنسبة لي إن أنا قبل ما أفتح البرنامج أو قبل ما أبدأ في الشغل أقرأ المحتوى ده وأبص عليه وأحلله وأفهمه؟ ده سؤال. عايز بقى إجابات سريعة كده، إيه؟ اوكي، ممكن اقول. اول ماشي. حاجه ان المحتوى عندي بيتقسم، ان نمشي الهيراركي صح، يعني ايه المشاهد محتاج يشوفه الاول، فده نحطه بولد عنوان رئيسي. بعد كده العنوان الفرعي فهو محتاج يكون اقل سمك من اقل، يعني بولد من التاني، فهو هيكون عنوان اقل اهتمام، اقل اهميه من التاني. بعد كده عندنا اللي هو بقى البودي تكست، ده بيكون اقل اهميه منهم كلهم. لو عندي ارقام محتاجه تظهر بعملها بولد، لو عندي مثلا صوره محتاجه ابين اللي هي المحتوى ده بتاعها بحطها كبيره، وهكذا يعني. فده عشان احلل المحتوى وارصه صح. تحفة. حلو جدا، وصح جدا جدا جدا. طيب ليه بقرأ المحتوى وأحلله؟ بقرأ المحتوى وأحلله لو هناخد بقى الموضوع بشكل أعمق سيكا. إحنا بنقرأ المحتوى ونحلله عشان خاطر نعمل حاجة اسمها السرد البصري. وده اللي ببساطة شديدة اللي قالت عليه ريم، إن أنا بقرأ المحتوى فبعرف إيه الحاجات اللي هبدأ إن أنا أعرضها الأول، الحاجات اللي هبدأ أعرضها التاني، الحاجات وهكذا كذا كذا كذا. فببدأ إن أنا بفجول التصميم في دماغي قبل ما أبدأ فيه. طيب
فده ببساطة شديدة اللي هو بنسميه السرد البصري. ايه هو السرد البصري؟ السرد البصري ان انا او تعريفه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو فن استخدام الصور والرموز والالوان والمحتوى عشان خاطر اعرض فكرة بشكل بصري، عشان خاطر ان الناس تفهمها بسرعة ويعيش التجربة بدون حاجة شرح طويل. طيب سيبك من الايه، من الهري ده كله. انا بعمل سرد بصري عشان خاطر اوصل المعلومة بشكل عارف انت، باخده في جورني. ليه؟ انا دلوقتي احنا كنا في عصر السوشيال ميديا. كنا بنعرض مثلا، كان يجي يقول لك ايه، احنا عندنا تي او في مكون من سطر او من سطرين بنعرضه وتمام وزي الفل، واشتغلنا فيها كتير لحد ما طلع التواصل الحكومي ابتدى ان هو يستخدم النوع ده من من التصميمات او ايا كان اللي ابتدى يستخدمه، عشان خاطر في ناس متحيزين قوي فابتدوا يطلعوا يستخدموا النوع ده من التصميمات، والموضوع ابتدى ياخد صورة ترند، والترند مكمل معانا ومطول معانا لانه اصلا هو كحاجة كان قديمة شوية. طيب وهرجع لكم بحتة قديمة دي، هرجع لكم بيها في الزمن اللي ورا تقريبا من ايام الفراعنه كمان. طيب فاحنا دلوقتي بنستخدم السرد البصري عشان خاطر احول القصه لصوره. انا عندي مجموعه بيانات او عندي مجموعه عندي بيبقى دايما البيس اوف كونتنت اللي معايا بتاعت الانفوجراف دي بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عندي عباره عن هيدلاين بوصل مسج معينه او بوصل رساله معينه، وبعد كده عندي بادي تكست او بتكلم عن احداث سرديه جوه الرساله دي، وبعد كده بقى في الديزاين ده سواء كان بقى بكول تو اكشن، سواء كان بقى بمعلومه او بتحذير او ايا كان النوع اللي انا هقفل بيه التصميم بتاعي. فده ببساطه شديده السرد البصري. طيب النقطه الثانيه برضو في حته قراءه المحتوى وتحليله. انا لما بقرا المحتوى احيانا بيجي لك المحتوى من الكلاينت على مسج على واتساب طويله قوي، او بيجي لك اول حاجه، او بيجي لك المحتوى ده في صوره ملف وورد انت مش قادر تحدد او مش قادر تفهم هو فين بدايته من فين نهايته وهنوصل ايه وهنروح فين وهنيجي منين وكل الكلام ده. طيب فانت لما بتقرا المحتوى انت بتفهم هو عايز يوصل ايه، عايز يقول ايه، وبرؤيتك انت وبنظرتك بتبدا تشوف وتفهم ايه المحتوى المهم وايه الكلام المهم اللي انا محتاج ابرزه جوه التصميم بتاعي وايه الكلام اللي انا مش محتاج ابرزه. طيب هنرجع ونقول طب ده بيودي على ايه؟ حد يجاوبها سريعا. ده يعني لما انا اقول لك ان احنا دلوقتي بنشوف ده بيودي على ده وده بيودي على ده وده بيودي على ده، ده بيودي على ايه؟ شرحناها واتكلمنا فيها. ها؟ حد بيكتب؟ بالظبط يا ريم، بيودي على الهيراكي. فهنرجع برضو تاني، انا دايما هتلاقيني دايما بجد هتلاقيني بكرر لك وبقول لك ان ايه، ان كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسه ديزاين. يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسه الديزاين، فده هتلاقيه في الاخر بيودي على الهيراركي. عشان خاطر لما الهيراركي بتاعتك تبقى مظبوطه المسج بتاعتك هتبقى واصله مظبوطه، التصميم بتاعك تصميم ناجح. في الاول وفي الاخر انت بتصمم عشان خاطر توصل مسج او توصل رساله معينه او شعور معين. طيب فده ببساطه شديده السرد البصري. فلو انا جيت قلت لك برضو وعلى حسب مكان المحتوى، يعني لو انا جيت قلت لك انا اسمي احمد ماهر، سينيور جرافيك ديزاينر، وعندي 23 سنة وبدرس في تجارة إنجليزي وبسقط في الجامعة، وكمان اشتغلت مع وزارة كذا واشتغلت مع كذا واشتغلت مع كذا، وبحب لعب الكورة ومش عارف إيه. فده كله كونتنت ملوش يعني، كونتنت قدامك هو عبارة عن باراجراف أو عبارة عن مجموعة شرح قدامك. فلو أنا جيت قلت لك دلوقتي يا باشا أنا هاخد التكست ده أو هاخد الكوبي دي هوجهها لاحمد ماهر كسينيور ديزاينر بيقدم في شركه، فهتبص تلاقي ان انت في كونتنت انت مش محتاج تبرزه جوه التصميم، مش محتاج تفجوله، محتاج تهمشه. كذلك الامر لو انا جيت قلت لك ان احمد ده بيقدم على الباراجراف ده هيقدمه او الانفوجراف اللي انت بتصممه اللي فيه الكونتنت اللي انا قلته لك ده بيقدم عشان خاطر يروح تيدكس، هتبدا تركز او تبدا تبص لا انت الطريق كان ماشي كده، بعد كده حصل مشكله في الجامعه، بعد كده عمل مش عارف ايه، بعد كده اشتغل في مش عارف ايه، بعد كده ساب شغله، بعد كده ما كانش لاقي ياكل، بعد كده ايا كان. فببساطه شديده انا خدت نفس المحتوى قدامك اهو، او نفس الكلام اللي انا قلته قدامك اهو، خدته في مره وجولته لك او بدات اركز لك فيه على حاجات عشان خاطر هو رايح في اتجاه معين،
بناء على قراءة المحتوى التحليلي وهو هيكون موجود فين. في اليمة التانية أنا خدته في اتجاه عشان خاطر هو رايح في اتجاه تاني، فأنا لازم أفجوره بطريقة مختلفة أو لازم يتعرف بطريقة مختلفة عشان أبرز ده. فببساطة شديدة أنا خدت دلوقتي كلام مرسل قدامك وكلام ممكن يكون ملوش معنى، بدأت أفجوله أو بدأت أوديه في حتة كويسة هنا وبدأت أوديه في حتة كويسة هنا. فهو معاك هنا ومعاك هنا. اللي فرق ايه؟ فرق جوهري، فرق جوهري كبير جدا 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 بين الاثنين، عشان ده بيودي في حته وده بيودي في حته تانيه خالص. فده ببساطه شديده ان انا خدت قدامك اهو، حولت القصه او الكلام المرسل، حولته لصوره تقدر ان انت تفيجوالها وتقدر ان انت تفهمها بناء على السياق اللي هي محطوطه فيه. طيب، طب ليه انا ممكن بحاول اعمل ده، او ليه ان احنا بنحاول نعمل سرد بصري او ان احنا بمعنى ببساطه شديده ان احنا نحول القصه او نحول الكونتنت الجامد ده لصوره او لرحله اليوزر بيخش وبيعيش فيها، عشان خاطر ان ده بيساعدك في ان انت توصل المسج بتاعتك بشكل مباشر. فلو اتكلمنا مثلا عن المثال التاني اللي انا بقول لك، احنا رايحين بناخد الكوبي دي او بناخد الكونتنت ده بنوديه. ما قلت لكم خش. ان احنا بناخد الكوبي دي او بناخد الكونتنت ده بنوديه لحته في تيدكس، فبالتالي انا وصلت لك بالطريقه اللي انا كلمتك بيها اصلا، وبالطريقه ان لا احنا هنركز هنا على هنا وهنركز هنا وهنا وهنا. فانا وصلت لك بان انا وصلت الرساله بتاعتي بشكل مباشر ان الطريق، ان الشخص اللي قدامك ده لو انت شايفه شخص ناجح، فالطريق بتاعه ما كانش سهل، الطريق بتاعه كان فيه عواقب او كان فيه مشاكل في طريقه او عقبات او ايا كان. طيب النقطة الثانية إن ده بيساعدك في إن أنت تبسط معلومات معقدة، بتبسطها عن طريق إيه؟ عن طريق طريقة عرضك ليها. بتبسطها عن طريق إيه؟ بتبسطها عن طريق طريقة استخدامك مثلا للجرافيك إليمنتس أو حتى الأيقونات اللي أنت بتعرضها. فأنا مثلا لما أجي أقول لك أو أنا عندي انفوجراف فيه بيتكلم عن التفكير الإبداعي والتفكير النقدي وعمال يشرح 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 يشرح. فأنا لو قعدت 10 دقايق مثلا يعني كوقت مثالي، يعني لو قعدت 10 دقايق باخد المعلومات دي او باخد البيانات الفقره دي وفيجوالتها في ايقونه شكلها حلو، فانا لما اجي اعرضها لليوزر واحط له ايقونه شكلها لذيذ وشكلها مفهوم، عشان في ناس بتحط ايقونات شكلها غريب، شكلها لذيذ وشكلها مفهوم، وكتبت له تحتها تبسيط المعلومات المعقده وبدات اكتب له، خلاص هتلاقي ان الدنيا تمام. وارجع تاني واقول لكم ان في الحلقه اللي انا بعتها لكم على الجروب بتاعت استاذ عزام العمري كان بيتكلم عن النقطه دي، وكان بيتكلم في ان احنا في حتت، في حاجات كتير، فقرات كتير جدا ممكن نختصرها في عنصر صغير جدا، كان عرض عليها امثله تحفه. طيب النقطة الثانية هي إثارة مشاعر المتلقي، إثارة مشاعر المتلقي عن طريق إن أنت بتوصل له الفكرة، بتحاول إن أنت تعمل فكرة تلمسه عن طريق الألوان، وزي ما شرحناها وكلمنا فيها المرة اللي فاتت مثلا في بتاع التصميم بتاع النسق لما كنا حاطين تجنب، لما كنا اتكلمنا عن النسق، اتكلمنا عن ذبح الأضاحي، لما كنا اتكلمنا عن كان إيه تاني مش فاكر بالظبط، بس يعني احنا انت ممكن تثير مشاعر المتلقي عن طريق الالوان وعن طريق الفكره اللي انت بتعرضها او اللي انت بتوصلها. طيب كل ده بيودي في الاخر لايه؟ بيودي في الاخر لان انت، ان ده بيخلي المحتوى قريب للناس وبيعزز من انسيابيته وبيسهل المحتوى المعقد او المحتوى المرسل الكبير المعقد اللي انت شايفه قدامك ده، بيوصله بطريقه او بشكل احسن كتير، فالناس بمعنى اصح تتفاعل معاه بشكل كويس. طيب، ليه مهم ان احنا نقرا المحتوى ده؟ لان احنا قلناها ان قراءه المحتوى بتساعدك ان انت تعرف نوعيه المحتوى اللي انت هتشتغل عليه. وركز بقى في الجمله اللي جايه دي وعدد الكلمات. هترد وتقول لي بصوا يا جماعه انا من مدرسه اشتغل بريفرنس. بصراحه انا من المدرسه دي جدا 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 جدا. اشتغل بريفرنس مش عيب. ف ف حته ان انت تقرا المحتوى وتعرف عدد الكلمات اللي انت هتشتغل عليه. لو قلت لك دلوقتي ان احنا عندنا انفوجراف مكون من 50 كلمه ورحت انت جبت لي ريفرنس الذكي هو بيتريق عليا بس ماشي فلو انا جيت قلت لك دلوقتي ان احنا عندنا ان انت بتساعدك تعرف نوعيه المحتوى اللي هتشتغل عليه وعدد الكلمات. فدلوقتي يا باشا انا لما اجي اقول لك احنا عندنا انفوجراف مكون من 100 كلمه، يلا يا باشا عايزين ان احنا نصممه. رحت انت دخلت على بنترست، رحت جايب لي انفوجراف مكون من فقرتين، هيساعدك في ايه؟
لا، هيساعدك في ايه بجد؟ فبالتالي اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان انت لما بتقرا المحتوى بتعرف نوعيه المحتوى، دماغك بتبدا تفجوله، بتبدا تحلله. بعد كده يا باشا بتبدا تخش على ان انت تجيب ريفرنس ليك، فبتجيب الريفرنس ده بناء على عدد الكلمات اللي انت هتشتغل عليها. بحيث لو انا دلوقتي المحتوى قدامي 100 كلمه 150 كلمه، فانا لما اجيب انفوجراف 100 كلمه او 150 كلمه، فانا هشوف هو وزعه ازاي. هيديني هند او هيديني فكره. هو وزع. انا ممكن اوزع المحتوى بتاعي ده ازاي؟ هيديني فكره او هيديني هند عن حجم الكلمات، حجم النص اللي انا هستخدمه جوه التصميم هيكون كام تقريبا. هيسهل عليا حاجات كتير. وبالتالي ده هيخليك ان انت تساعدك يساعدك في ان انت تختار اللاي اوت المناسب ليك، وتختار الريفرنس اللي انت هتشتغل عليه. طيب، كمان قراءة المحتوى بتساعدك في ايه؟ بتساعدك في الحتة اللي قالت عليها ريم، وبعد كده اللي احنا وديناها حتة الهيراركي. ولو هنرجع نصغر بعيدا عن البرنسبلز ديزاينز، بتساعدك في ان انت تعرف اهمية المحتوى اللي انت بتشتغل عليه. فبالتالي بتساعدك ان انت تعرف ان انت عندك المحتوى الاهم فالمهم فالاقل اهمية فالعادي. فبتبدا ان انت تفاجوال النص او التكست بتاعك على الاساس ده. طيب ده هيوديك برضو لايه اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت؟ هيوديك للكونترست. الكونترست اللي احنا قلنا عليه ان هو الكونترست في السايز او كونترست الاحجام. فبالتالي هتبقى عارف ان الهيدلاين بتاعك هو اهم جزء. وبالمناسبه ممكن الهيدلاين ما يبقاش هو اهم جزء، ممكن يبقى جزء من الهيدلاين هو اهم جزء. معلش ثانيه. طيب ثواني. ده مثال عملي بحت. هوريه لكم حالا. بس انا لازم اجيبه من الموبايل عشان ما احرقلكوش. طيب، لو انا جيت هنا وقلت لك ده النص بتاعنا، خلينا ناخده. ده مثال عملي وهوريكم الديزاين حالا. طيب لو قلت لك دبي القابضة تصدر تقريرها الأول للإنجازات بعنوان إرث من النمو، ومساهمة في الناتج المحلي كذا، حجم الأصول كذا، 10 قطاعات استراتيجية، استقطاب استثمارات أجنبية 10 مليارات درهم، إدارة مجمعات سكنية يقطنها كذا، تستقبل وجهاتها كذا، تستقبل فنادقها كذا. وبعد كده قال لك خلال 2025 دعمت 290 ألف وظيفة. طيب لو أنا قلت لك هنا كهيدلاين فين أهم جزء أو أهم كلمة موجودة فيه؟ مايكات بص في السريع منه يلا. المساهمة في الناتج المحلي، ايه؟ اللي هو الرقم بتاع المساهمة في الناتج المحلي. لا. دبي القابضة تصدر تقريرها الأول. مم. طيب ايه تاني؟ 700 مليار درهم. طيب. خلاص. طيب بص، احنا دلوقتي اهو انا فتحته معاكم قدامنا. طيب انا عندي احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بيقول لك ايه ان احنا عندنا دبي القابضه تصدر تقرير الاول الانجازات بعنوان كذا 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 كذا. ريم قالت دبي القابضه، وحد قال مساهمه في الناتج المحلي، وحد قال دبي القابضه تصدر تقريرها الاول. طيب لو هنختار جمله من هنا هنفجولها بشكل اساسي، نختار دبي القابضه. لو احنا هنفجولها بشكل اساسي. طيب ايه العنصر المكون اللي معانا تاني من مكونات الانفوجراف، واللي احنا قلنا عنصر مهم؟ الصوره، صح؟ صح. طيب الصوره عندي كان فيها المبنى بتاع دبي القابضه. يعني كان فيها المبنى بتاع دبي القاهره، وده ده الهيدلاين بتاعي. فبالتالي لما انا هفجول هنا هفجول ايه؟ مش هفجول دبي القابضه، ولا هفجول طز التجربه الاول للانجازات بعنوان ارث من النمو. هفجول ارث من النمو. دي هتبقى الاساسيه بتاعتي، هي دي اللي هتتفجول معايا. وبرده حتى لو انا ما عنديش المبنى بتاعي ما فيهوش اللوجو بتاع دبي القابضه وكده، فانا ممكن اصلا ما فيجوالش دبي القابضه. ليه؟ عشان الديزاين ده هينزل على دبي القابضه اصلا. هو هينزل على الصفحه، فانا مش محتاج افيجوال دبي القابضه منزله بوست بتفيجوال بيه دبي القابضه. بس انا ممكن افيجوال بيه ارث من النمو، ان ده التقرير الاول للانجازات وعنوان ارث من النمو. طيب لو جينا بصينا هنا، ثواني ابعته.
ماشي هكمل. طيب فبعد كده هاجي انزل تحت، ادي بقى النقطه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها في قراءه المحتوى وتحليله. انا عندي هنا المساهمه في الناتج المحلي الاجمالي لدبي منذ 2006 700 مليار درهم، وعندي حجم الاصول و10 قطاعات استراتيجيه، وبعد كده استقطاب استثمارات اجنبيه مباشره سنويا بقيمه 10 مليار درهم، اداره مجمعات سكنيه، اداره كذا اداره كذا. طيب فهاجي ابص كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7. انا عندي 7 فقرات. تمام. تمام. طيب السبع فقرات لما اجي ابص عليهم، المفروض ان الفقرات دي ككتله بتبقى واحده، او المفروض ان كل فقره ككتله بصريه بتسمع الفقره اللي قصادها. طيب فلما اجي ابص هنا، انا عندي في الفقره دي عندي كام كلمه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. قول 7. عندي هنا كام كلمة؟ 1 2 3 4 5 6. وبعد كده كل اللي عندي بعد كده عبارة عن كلمة وكلمتين، كلمة وكلمتين، كلمة وكلمتين، كلمة وكلمتين. طيب فأنا لما أجي أقول، لو أنا جيت هنا وقلت المساهمة في الناتج المحلي لدبي منذ 2006 700 مليار درهم، ورحت جاي بالنقطة دي، ترتيب المحتوى بيقول لي إن النقطة دي رقم كام؟ رقم 3، صح؟ صح. رحت جاي بالنقطة دي عامل كده، رحت جاي هنا عامل كده. هتفرق في سياق المحتوى؟ الو. بالظبط، مش هتفرق معايا في سياق المحتوى. هتفرق معايا في الديزاين 100%. هتفرق معايا في الديزاين 100%. 100% معنى كلمة 100%. وهتشوفوا دلوقتي الديزاين قدامكم. وبالمناسبة للديزاين اللي هتشوفوه ده تقريبا 20 دقيقة أو ربع ساعة، حاجة شبه كده، اللي هو إيه، الشغل اليومي بتاع الأخبار. أنا شغال مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الشغل اليومي بتاع اللي هو تيكي تيكي بسرعة بسرعة بسرعة، يلا عايزين ننجز حاجة. طيب فدي اول حاجه. خلاص يبقى انا عندي كذا كذا كذا. عندي بقى المساهمه في الناتج المحلي، استقطاب استثمارات اجنبيه، حجم الاصول، 10 قطاعات. كل دول اهميه محتوى واحده. كل دول كاهميه عرض او كاهميه محتوى، كلهم واحد، ما يفرقوش عن بعض. وبعد كده تحت بيقول لك ايه، خلال 2025 دعمت بشكل مباشر استقبال 290 الف وظيفه. فبالتالي كهيرايكي جوه التصميم، انا عندي ده اهم حاجه. بعد كده ده يعتبر المعلومات السرديه جوه التصميم. بعد كده عندي 290 الف وظيفه. دي من الحاجات المهمه جدا في اي دوله، ان انت الهدف الاساسي من بناء المشاريع هو تقليل عدد البطاله او تقليل نسبه البطاله. فبتقلل نسبه البطاله عن طريق توفير اكبر عدد ممكن من الوظائف. فهتلاقي هنا مثلا ان هم 290 الف وظيفه، فده برضو رقم مهم. طيب فلما نيجي نبص على التصميم، هتلاقي هنا اهو، هتلاقي ان اول حاجه عملناها إن قال لك دبي القابضه توصل تقريرها الاول للانجازات. بدانا ان احنا عرضناها بشكل اساسي، موجوده فوق، مش واخده نفس الاهميه، بس ارث من النمو باين. في نفس الوقت المبنى بتاع دبي القابضه واخد شكل اساسي ومكمل التصميم بتاعي. النقطه اللي بعد كده، ودي نقطه مهمه قوي قوي قوي، نخلي بالنا منها. هل انا عندي كلمه، ركز في الكلمه في الكلام، هل عندي كلمه جوه التصميم مش مقروءه؟ مم. بالظبط، مفيش كلمه جوه التصميم مش مقروءه. فدي نقطه مهمه قوي. طيب فهتلاقي اول حاجه انا عملتها هنا ان انا قال لك المساهمه في الناتج المحلي واستثمارات اجنبيه موجوده فوق، الاثنين موجودين فوق. بعد كده بدات عرضت الارقام كلها واخده يونتي واحده. بس انا عندي حاجات في المحتوى ما لهاش حل، مش هعرف اتصرف فيها. زي ايه؟ زي ان انا عندي هنا اداره مجمعات سكنيه قطنها 1.3، وعندي تستقبل وجهتها كذا 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 كذا. انا نقطه زي دي مش هعرف اعمل فيها حاجه. يعني مش ه... يعني أنا تستقبل وجهتها دي، انا لو قسمتها على سطرين هضطر احط كشاهد من هنا للصبح. يعني حرفيا هتبقى عامله زي دراعتي كده بالظبط، عشان خاطر تبقى مظبوط. هيبقى شكل وحش، كشكل في النهايه مش هيبقى حلو. فبالتالي انا خلاص، انا في حاجات ممكن اعملها، ممكن هتاثر شويه على الجماليه بتاعت التصميم، بس انا ما يهمنيش الجماليه، انا يهمني الوظيفيه بشكل اساسي. التصميم يكون موصل المسج بتاعته. في نفس الوقت انا برضو بلعب في تايم فريم قليل، انا بلعب في وقت قليل جدا. طيب بعد كده قال لك ايه، بدانا نعرض المحتوى، وبدات ان انا افضي كتله اساسيه جوه التصميم، ان هو خلال 2025 دعم بشكل مباشر وغير مباشر 290 الف وظيفه. فلو جيت خدت التصميم ده
هنحطه هنا. لو جيت خدت التصميم ده وجينا هنا، ياه انا نسيت لا ما نسيتش. لو جيت خدت التصميم ده هتلاقي ان الكتله بتاعتك كلها بتلعب بتلعب في مستطيل واحد، فتوجيه العين رايح في حته محدده، رايح للجزء بتاع الهيدلاين ورايح للجزء بتاع الارقام، ومن ثم العرض بتاع الوظيفه او اللي هم ال 290 الف وظيفه. طيب حد عنده نقد ليه؟ انا بتقبل النقد عادي. طب كويس جدا ماشي، هو ما غلطش اصلا. المبنى لو في النص المبنى لو في النص، ما هي الوقت بيبقى عامل مهم جدا. طيب المبنى لو في النص، ما انا عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ طب يا جماعه لو المبنى في النص، حلو السؤال ده، هل ينفع يبقى في النص؟ ما لا. اعتقدش، مش هيرتب المعلومات بطريقة صح، يعني مش هتبقى ترتيب المعلومات مريح للعين زي ما هو مريح هنا. لا انا عايز اجابه اكتر تخصيص. ركزوا كده هتعرفوا ليه ما ينفعش يبقى في النص. عشان طب مش ليه ممكن؟ مش هتعرف تكمل الكتلة اللي هي ناقصة من عند آخر نقطة اللي برافو هي عليك، برافو عليك. ليه بقى؟ لان انا عندي هنا مبدئيا آه بالظبط، لان انا عندي هنا مبدئيا انا عندي استاذ بسيط جابها بالظبط، استاذ والله معلم. طيب لان انا عندي هنا كم فقره، انا عندي هنا هل الجزء اللي فوق ده هينفع يبقى 3 فقرات؟ مستحيل يبقى 3 فقرات، لازم يبقى فقرتين. بس هل انا ممكن تحت اعملها 3 فقرات؟ ممكن عادي، مش هتفرق في حاجه. يعني ممكن الجزء ده يبقى فقرتين وبعد كده 3 فقرات هنا 3 فقرات هنا. بس انا عشان اجي ارفع اداره مجمعات سكنيه يقطنها هنا، وبعد كده تستقبل وجهاتها هتبقى هنا وتستقبل فنادقها هتبقى هنا، عندي فقره ناقصه هحط فيها ايه؟ هيجي حد يقول لي طب ما نحط فيها خلال 2025 دعم بشكل مباشر وغير مباشر 290 الف وظيفه. طب بذمتك هل الجمله زي دي او هل جزء زي ده ينفع ان هو يتفجول نفس الفجوله بتاعت الاجزاء دي؟ ولا دي المسج اللي بنقفل بيها التصميم ونقول ان احنا جامدين فشخ وعملنا 290 الف وظيفه؟ فعشان كده ما ينفعش يبقى فيه فرق. بلس انا توظيف المبنى هنا، انا خلي بالكم بالمناسبه انا المفروض كنت آه يعني رفعت المبنى فوق شويه هنا، يبقى هنا، بس هو اوريدي تمام. بس ده عشان الوقت، لك ان تتخيل عشان الوقت اني الصوره اللي انت شايفها قدامك دي هي صوره كامله من تحت. يعني هي صوره كامله اوريها لكم حالا. هي صوره كامله فالصوره الكامله دي انا عملت سكيل ليها جوه الفوتو، جوه الالستريتور. يعني انا انا بس شديتها عشان ما فيش وقت، انا بس يعني اللي هو ايه، انا شديتها. فانا فانا خدت المبنى ان هو يعوض لي الفقره اللي ناقصه هنا. فككتله في النهايه تحس ان الدنيا كلها دايبه ببعضها. طيب آه طيب خلينا احنا 5 دقايق بالظبط وهناخد بريك عشان الصلاة. سيبنا من ده. طيب لما بتقرأ المحتوى وتبدأ ان انت تحلله، ده بيساعدك في ان انت ترسم اللاي اوت المناسب ليك، او بيساعدك ان انت تقدر ترسم اللاي اوت باكتر من طريقة قدام عينك. فلو جيت بصيت هنا هتلاقي ان هنا انا مستخدم لاي اوت معين، او مستخدم عارض التكست بطريقه معينه، وهنا انا مستخدمه عرضه بطريقه تانية. هتيجي تقول لي او انت ممكن ما تاخدش بالك، او هو الفرق بس مجرد ان الفرق في الهيدلاين. بص، تغيير بسيط
تغيير بسيط ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرم. هحاول اشوف وقته ويخش معانا. ناصر العمراني كان هو من اهلنا في غزه. ناصر كان منتور عليا فتره كويسه، وحد شاطر جدا جدا جدا. ما اعرفش مين حد فيكم ممكن يعرفه ولا لا، بس حد شاطر قوي قوي قوي. طيب كان ناصر دايما يقول لي التفاصيل الصغيره، التفصيله الصغيره على تفصيله صغيره على تفصيله صغيره هي اللي بتفرق ديزاينر عن التاني. فبالتالي ما تستصغرش الحاجه الصغيره اللي انت بتحركها. ما تستصغرش ال 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 ال- عارف انت تكبيره التكست السنه الصغيره او السنه الكبيره. التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق بشكل كبير جدا، وبتفرق بشكل بتخلي العين، عارف انت يعني كلها ديتيلز الذكي. يلا يا عم بسيط. فهي بتفرق قوي 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 بجد. التفاصيل الصغيره بتفرق. فلما تيجي تبص هنا هتلاقي ان ده شكله لذيذ، بس لو جيت بصيت هنا بالنسبه لي انا ده شكله احسن. يعني بالنسبه لي انا ده شكله احسن. عارف انت طالع بشكل لذيذ جدا، مع ان الاثنين مفيش فرق بينهم. ده الفرق بينهم ان ده بدل ما كان على سطر بقى سطرين، جبته يمين تك 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 ورصيت التكست ونفس التقسيم. فقراءه المحتوى بتساعدك ان انت تتنفذه باكتر من طريقه. طيب بالمنظر اللي قدامك ده، هو انا ممكن اعمله باللاي اوت ثالث او لا بسرعه؟ حلو. هل ممكن اعمله بلاي اوت رابع؟ بالظبط. ليه بقى؟ طيب انا بسرعه كده واحنا مع بعض، انا دلوقتي ممكن اخد شايفين انتوا الاربع نقط دول؟ ممكن ارصهم تحت بعض وتبقى قطار المشاعر موجوده، وتحتيها التكست بالطول، والاربعه دول جنب بعض، فهيقفلوا كتله قصاد كتله متوازنه مع بعضها، وتبقى الجزء ده اللي تحت. ممكن اجي تاني ابدا ان انا اشوف مثلا ممكن اخلي القطار المشاعر دي تبقى واخده عرض التصميم كله، وبعد كده الاربع نقط دول يبقوا تحت بعض، وابدا احط رحلات متابعه وتتنقل بين كذا 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 كذا. ممكن ادخل صوره ثالثه، ممكن اعمل اي حاجه. فقراءتك للمحتوى تبدا ان انت تقسمه وتفصصه من بعضه. ده بيساعدك في ان انت تقدر تفجوله وتعرضه باكتر من طريقه مختلفه. وبالتالي ده بيساعدك بايه؟ ده بيساعدك في ان انت تتحكم في عين المشاهد. انت بتتحكم في عينه، انت عايز يشوف ايه او بيشوف يتحرك ازاي، او انت بتوصل له المعلومه بشكل عامل ازاي. وده هيرجعنا لايه؟ هيرجعنا لفوق. بص كده، هيرجعنا لايه؟ ان انت بتحول القصه لصوره، ان انت بتحول البيانات المعقده لجورني انت اللي بتحركه فيها. الجورني ايه؟ الجورني اهو احنا عملناه مع بعض هنا. بعد ما كان هنا بيقرا بالشكل ده وهو نازل على تحت، بقى هنا بيقرا بالشكل ده، بياخدها بالعرض كانه بيز لاين. والاوبشن الثالث اللي احنا قلنا عليه دلوقتي ان انا احط الاربعه تحت بعض وكذا كذا كذا، فانا اللي بتحكم فيه اهو. يبقى اذا الكلام اللي فوق لو انت كنت شايف ان انت مش مقتنع بيه مثلا، او شايف ان هو ممكن يكون كلام مرسل، فده الربط بتاعه. طيب. حل بقى، وده احنا شرحناه المره اللي فاتت في الهيراكي. هنعدي عليه بسرعه مش زي المره اللي فاتت، بس هنعدي عليه بسرعه شديده. طيب ده عرفنا ايه؟ عرفنا ان العين بتتحرك بشكل عام. بتتحرك عن طريق ايه؟ في قلنا بعض النظريات العلميه، الكلام ده احنا شرحناه المره اللي فاتت، هنعدي عليه بسرعه جدا. طيب عن طريق ايه؟ قلنا عن طريق بعض النظريات العلميه زي الاف باترن، ان العين بتتحرك بحرف اف. طبعا دي نظريات انجليزي، عايز تعربها شقلب. يعني انت عايز تعربها شقلب، هو هنا بيبدا من الشمال، ابدا انت من اليمين، شقلب حرف الاف. فبيقول لك ان العين بتتحرك بشكل حرف اف، بتبدا من فوق الشمال وبتمشي بخط افقي، بعد كده بتنزل تحت. وده بيستخدموه بشكل اساسي جدا في المقالات، في صفحات الويب سايت، في المدونات بشكل اساسي او بشكل رئيسي. ولو دخلت على ويكيبيديا هتلاقيهم مستخدمين نفس الشكل ده. طيب الحاجه الثانيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان العين بتتحرك بشكل حرف زي. وبالمناسبه النظريه دي اللي اعتمدوا فيها ان اللوجوهات تتحط فوق على الشمال. يعني فوق على الشمال، فوق على اليمين، فوق على الشمال، فوق على اليمين، او في النص تحت. والنظريه الثالثه ان هو بيقسم التصميم بتاعه لاربع ارباع. عندنا بيتقسم الاربع ارباع دول، كل ربع فيهم بيبقى هو الربع الاهم او اكثر ربع بياخد العين من المشاهد وكل الكلام ده. بس انا في اعتقادي ان كل الكلام ده بلح، لان احنا عندنا حاجه اسمها كومبوزيشن هي اللي ممكن تكون بتحدد انت هتشوف ايه الاول وهتتحرك ازاي. عندنا حاجه اسمها اللي احنا اتكلمنا فيها ان انا ممكن اتحكم في حركه العين عن طريق ايه؟ عن طريق الكونتراست، ان انا ممكن بالكونتراست اودي عينك في حته عكس النظريات دي تماما.
بشكل اساسي. وطبعا الكونترست احنا ممكن نستخدمه والله. وطبعا الكونترست احنا ممكن نستخدمه في الالوان، ممكن نستخدمه في السايز، ممكن نستخدمه في الشيب. عندنا كمان اللاينز او الارز، عن طريق ان انت هنا دلوقتي لما جيت انا هنا لو وقفت عند الجزء ده كده وعرضت لك تحويل ده، فانت عينك تلقائي هتمشي بالطريقه دي، وعينك هتبص هنا تلقائي لان انت كعربي بتقرا من اليمين، فعينك هتقع عليها هنا، واللاينز دي او الارز دي هتوصلك للمسج الاساسي. طيب نقطه مهمه قوي 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 قوي، خصوصا الناس القديمه شويه بتاعت السوشيال ميديا في عصرها الذهبي، كان من ضمن الانتقادات دايما اللي بتيجي على تصميمات السوشيال ميديا يقول لك ايه، يقول لك لا لا ما ينفعش، انت ازاي حاطط الشخص على اليمين، انت حاطط الشخص على اليمين في التصميم وحطه باصص كده، ما هو كده باصص بره التصميم، فلا خليه يبص كده عشان خاطر يبقى باصص جوه التصميم، يبقى باصص على الكونتنت. عشان مثلا يقول لك لو في مثلا عناصر او مثلثات مثلا كلاسي ومعمول لها بلور وبتاع والكلام ده، فيقول لك ان انت حط المثلثات دي او حطها في الاتجاه الفوكال بوينت بتاعتك جوه التصميم. فبالتالي اللي هو ايه، احنا برضو بنوديه هنرجعها تاني اللي هو حته الارز، ان الارز او الاتجاهات بتحدد العين هتبص لفين. كذلك الامر برضه في تصميمات الفروت مانيبيوليشن بتاعت الفاكهه، ونجيب علبه العصير نحطها في النص، بعد كده نجيب شويه عنب وتفاح ونطيرهم، فيقول لك لا لازم نطيرهم بزاويه معينه عشان خاطر يودي على الفوكال بوينت بتاعتك. بعد كده عندنا الوايت سبيس، برضه شرحناها المره اللي فاتت واتكلمنا عنها ان هي بتودي او بتكون حاجه اساسيه جدا 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 في انها تحدد الفوكال بوينت بتاعتك جوه التصميم ايه، وبتحدد الاهميه بتاعتك جوه التصميم. طبعا الوايت سبيس والبروكسيميتي في الانفوجراف الزكي إذا توب والله. طيب مثال على المحتوى وتحريره، وده آخر حاجة وبعد كده هناخد بريك. مش كده، مش عارف أنا حاطه فين. اه I think هو ده. جدا يعني انت ما تعرفش انا منظم ازاي. طيب لو جيت عرضت عليك المحتوى ده مش تفتح. طيب لو جيت عرضت عليك، بص ده كان بريف فعلي من الكلاينت، بيقول لك ايه. بالمناسبة لو حد متابع عندنا على السوشيال ميديا، فانا عملت فيديو عن الانفوجراف ده. طيب بيقول لك ايه، بيقول لك ان احنا عندنا سيد في لمحه نربط مدن المملكه، وبعد كده كاتب لك ديسكربشن عربي انجليزي، وبعد كده كاتب لك بوست كوبي عربي انجليزي برضو، قال لك ان احنا عندنا اكتر من 155 حافله، اكتر من 120 وجهه، اكتر من 37 مسار، اكتر من 10 محطات، اكتر من 190 رحله، واكتر من 80 وكيل، وبعد كده قال لك نربط مدن المملكه بكفاءه وراحه. طيب فانا ده بيجي لي، ده شكل الكونتنت اللي بيجي من الكلاينت، وبيجي لك بالشكل عامل ده، ما بيقولكش بقى انت هتعمل ايه، يبقى فين المهم فين اللي مش عارف ايه، فانت بتبص. فلما نيجي نبص على، اشرح لكم ولا اديه لكم تاسك؟ التصميم متصمم فعلا يعني، هوريه لكم برضه. يا مسهل يا باشا، احلى تاسك والله العظيم، ربنا يكرمك يا ابني. بقى اقعد مع بسيط ناقش شويه. طيب بعت لكم ما مش هبعت اللي عملته، اكيد مش هبعته. بعت لكم المسج بتاعت التاسك ده، ده الكوبي بتاعتك. احنا عندنا العربي في انفوجراف والانجليزي في انفوجراف، في انفوجراف عندنا يعني، ما العربي والانجليزي مش هيبقوا مع بعض، العربي بس اللي هيبقى اللي انت هتشتغل عليه. فالمطلوب منك ايه، المطلوب منك ان انت فيجوالي ده في ورقه وقلم، او فيجوالي لي في صوره مربعات على الستريتور. بس واضحه، واضحه، واضحه. كم اسبوع ايه معاكم؟ تلت ساعه وبالبريك. لا ما تعملوش انفوجراف، احنا لسه هتشتغل والله ما تقلقش، بس لسه
خلي بالك احنا ده كله، في قراءة المحتوى وتحليله بس معاكم تلت ساعة. يلا بالبريك عشان مفيش بريك بعدها. ما هو بالبريك، انت عايز ايه تاني؟ يعني بصوا، يعني اللي انا محتاجه منك هتقول لي مثلا انا هحط العنوان كده، وهيبقى عندي مثلا هحط الفقرات بتاعتي بالطول مثلا. فانت بص بقى على الفقرات وحللها وافهمها وشوف هتعملها ازاي. بس ده اللي انا محتاجه منكم. يلا معاكم تلت ساعة، تلت ساعة بالظبط، 20 دقيقة. لا لا لا، من غير تصميم، من غير تصميم. انا هنقفل الريكورد، نرجع نشغله تاني، بفكروني بس. طيب، نلاقي أول حاجة عندنا هنا نسات في لمحة نربط مدن المملكة، وعندنا الديسكريبشن عربي وإنجليزي. أول حاجة بنبدأ إن إحنا نشوف إيه الكونتنت اللي هيضاف أصلا جوه التصميم عندنا. فتلاقي عندك هنا إن الديسكريبشن جزء هو ما بيضافش جوه التصميم، ده الديسكريبشن أو اللي هو الكابشن اللي بيكون تحت البوست. فده الديسكريبشن والوصف مش موجودين معانا. فاحنا كده أول حاجة عندنا إيه؟ ست في لمحة نربط مدن المملكة. بعد كده عندنا بوست كوبي الانجليش. احنا قلنا ان احنا كده كده العربي في بوست والانجليزي في بوست، فدايما بنشوف المؤسسه او الجهه اللي احنا بنشتغل عليها دي، ولا على اساسها باللاي اوت الاساسي. لان العربي بيبقى زي الانجليزي، بيبقى فيه اختلاف. فبنشوف ايه اللي هيبقى الشكل الجمالي بتاعه احسن وبنبدا بيه وعلى حسب المؤسسه. يعني مثلا لو جيت قلت لك ان مكتب الاعلام الحكومي دبي، فاحنا بنبدا بايه؟ بنبدا اكيد 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 بالعربي، وبنعمل الفيرجن الثانيه انجليزي، بس الاساسي او اللي بنبدا ناخد الابروف عليه العربي مش الانجليزي. طيب، كذلك الامر هنا، ده براند عربي موجود في السعوديه، فبالتالي بنبدا بالعربي. فاول حاجه عندنا سيد في لمحه مربوط مدن المملكه، وعندنا النص المقترح عندنا هنا 155 حافله، 120 وجهه، 37 مسار، اكثر من 10 محطات، 190 رحله، اكثر من 80 وكيل، ومسج بنقفل بيها التصميم. طيب، يبقى احنا كده عندنا تي او في، وعندنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ست فقرات ومسج النهائي. طيب، يبقى أنا كده أول حاجة إيه فكرت فيها. نرجع بقى هنا كده نبص بشكل سريع جدا على الحاجات بتاعتكم. طيب، هنلاقي هنا عندنا ده إيه؟ مش مفهوم. طب هنا ممكن أفهم إن ده التي او في، وادي الست فقرات وادي الفقرة النهائية. ده إيه؟ بلس. طب فين مكان الصورة؟ ما أكيد مش هيبقى انفوجراف من غير صورة. طيب، فدي أول حاجة. أنت خدت ده كديزاين ريفرنس، تمام. بس برضو حتى لو جيت بصيت هنا، ما أنت خدت ده كديزاين ريفرنس ورسمته، بس فين تطبيعه على الكونتنت بتاعنا نفسه؟ بس دي النقطة. طيب، ده عندنا هنا، ده الصراحة كان خطير. أكتر حاجة معبرة أو لذيذة. سد في لمحة نربط مدن المملكة، ست فقرات، ثلاثة والثلاثة تحت بعض، بعد كده نربط مدن المملكة بكفاءة وراحة، والصورة بتعبر تحت. ودي بقى فايدة التاسك اللي احنا خدناه في الأول خالص. بصوا بقى هنا مش عارف لمين، ده أيمن. هنا بصوا أيمن، فنفس المحتوى اهو، هو نفس المحتوى، عملوا بلاي اوت تاني خالص. قال لك صوره تبقى بالطول وتحت تربط مدن المملكه، وبدل ما احنا عندنا الست الثلاثه وثلاثه، فانا هخليهم اثنين 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 او ثلاثه 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 بالايه، بالعرض. بس طبعا التكست مش هيبقى مايل كده، هيبقى مستقيم، يبقى احسن. ممكن تبقى اتنين 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 تحت بعض، عشان خاطر الارقام مهمه، فالارقام تبقى واخده حجمها جوه التصميم. بعد كده نربط مدن المملكه بكفاءه وراحه وثابت في لمحه وفي الصوره. كذلك الامر هنا. فدي النقطه اللي انا كنت بكلمكم فيها، نقطه ان انت ما بتسكتش بيبقى ساعدك ده بيساعدك في ان انت تقدر ترسم الانفوجراف او تقدر ترسم الديزاين بتاعك باكتر من طريقه مختلفه. دي هو هنا رسمه بثلاثه لاي اوت مختلفين.
طيب بعد كده عندنا اسماء، قالت لك نربط مدن المملكه بكفاءه وراحه، او نربط سب الارقام، نربط مدن المملكه. ده اي اي، جبت دي منين؟ ده فوتوشوب. التكست يعني اه دي كانت موجودة في أول الوصف اللي هي حجم العملية بأحدث الأرقام دي في الأول. حلو قوي. فبص بقى هنا، ادي هنا الاهميه او فكره ان انت تبقى بتحاول تفهم الاستراكشر بتاع الكونتنت. فهنا الديسكربشن فده وصف، لكن ما هواش التي او في، ما هواش المعلومه الاساسيه اللي انا عايز اوصلها. فالوصف دايما او الديسكربشن او الكابشن هو بيخدم على البوست الاساسي بتاعي. فانا عندي هنا التي او في بتاعي هو سقف لمحه نربط مدن المملكه، الديسكربشن ملوش وجود اصلا جوه التصميم. طيب، وزي ما بقول لكم ده ديزاين فعلي جاي من كلاينت. طيب هتلاقي هنا الصوره 6 فقرات والمسج الاخيره مش موجوده. انا طبعا كنت ممكن ان انا اختصر لكم الكونتنت اللي جاي من الكلاينت، بس انا كنت عايز اعرضه زي ما هو. طيب هنيجي نبص هنا، ادي مثلا العنوان، ال3 فقرات، الصوره هنا، والجزء الاخير اللي بنقفل فيه. تمام برضو، بس في مكان الجزء الاخير اللي هقفل بيه التصميم برضو. تمام تمام. ده هنا ايه؟ دي الصوره يا رنا؟ دي الصوره ولا ده المسج النهائيه؟ اوكي، بس مش هيبقى مايل كده، هيبقى شكله، ما انت برضو تخيليه، هيبقى شكله مش لطيف. ده تمام. ده هنا تمام. اوكي تمام برضو. تمام. طيب هنا بقى، دي مريم. فاحنا هنا المفروض ان ده العنوان تقريبا، دي الصورة. فدي 1 2 3 4 5 6، والتكست الأخير لذيذ. لا والله لذيذ، أنا كنت بحسب في أرقام مع الأوازي. تمام حلو أوي. والعرض ده كنت قدمته كأوبشن أصلا. ماشي جميل. طيب انا عندي هنا بقى بصوا، اكثر من اكثر من اكثر من اكثر من اكثر من اكثر من اكثر من. فده عنصر متكرر، لو صغرته هيتقري. ليه؟ لانه كده كده متكرر، كله ثابت، وهينتج معاه شكل احسن. فبالتالي هيودي الفوكس على الرقم، بدل ما هو تحس ان هو زحمه. تمام. طيب بصوا بقى الديزاين. ده الديزاين. طيب فهنا البراند لما دخلت على السوشيال ميديا بتاعته، لقيت ان البراند اول يعني ده يعني اول كامبين يعملوها تبقى دايما فيها اسم ذات. فرجعت للكلاينت وبقول له هو انت في مرحله اويرنس؟ فقال لي اه، اويرنس ببساطه ان انا بعرف الناس بيا واعرف الناس بخدمتي. فهنا فكرت في ان احنا نحاول ان احنا نبرز ال الاسم بتاع البراند اللي هو كاسات، كاسات بشكل اساسي وبشكل كبير. فبدات اعملها. طيب اول حاجه هنا كشيله كانت كبيره قوي، اللي انا عملتها في سات بحيث انها تبقى كبيره وباينه وواضحه وظاهره للناس. فاول حاجه عملتها ان انا بدات اكتب في لمحه، حاولت ان انا اعمل تداخل بالشيب معاها بحيث خاطر ان انا اعوض الفراغ بتاع الكشيف. وبعد كده كتبت نربط مدن المملكه. فانا كده ركزت المسج بتاعتي ان احنا سات ببساطه الشديد. طيب بعد كده بدات اقول له اكثر من، النقطه اللي أنا كنت بقول لكم عليها هي اكثر من متكرره اكثر من مره، لو صغرت اكتر من كده هتتقري برضه، لاني التكرار بيعلم الشطار. ف هي متكرره معايا باستمرار، يعني هي متكرره في ال6 فقرات. فصغرت، ايمن بيضحك فاهمها. فصغرت يعني بالتالي ليه سقف لمحه؟ عشان زي ما اقول لك احنا في مرحله اويرنس، ودخلت لقيت ان دي اول كامبين يشتغلوها بالشكل ده.
فبالتالي دي كامبين او كحاجه هم بيتكلموا عن منجزات سات، او بيتكلموا عن تفاصيل سات، او بيتكلموا عن ارقام سات. فبالتالي كون ان انا ابرزها جوه التصميم دي حاجه كويسه او حاجه جميله، يعني احسن حاجه ممكن اعملها. اصل انا مثلا هبرز ايه هنا؟ لو برزت الارقام الديزاين هيبوظ مني. ليه؟ لان انا عندي 6 ارقام، فانا مطالب مني ان ابرز 6 ارقام بشكل كبير، يبقى هما الفوكال بوينت جوه التصميم. عارفه لو رقم يبقى تحفه، رقم وتحتيه 6 ارقام تانيين. يعني مثلا لو قال لي ان سات مثلا خدمت سات 90,000 راكب شهريا، او 90,000 راكب في السنه دي. فده رقم اساسي. وبعد كده بيقول لك ان احنا عشان خاطر احنا خدمنا 90,000 راكب، فاحنا النهارده بنتوسع وعندنا 155 حافله، وفي حافله و120 وجهه و37 مسار و10 محطات و90 رحله وكل الكلام ده. فبالتالي لما عشان هنا ابرز الارقام هيكون صعب. فانا هنا لو برست سات ده هيعزز من قيمه نوعيه البوست اللي انا شغال عليه، في نفس الوقت يكون ان هو براند في مرحله اوريدز. فانا هنا برست سات ونربط مدن المملكه. طيب بعد كده بدات ان انا احط الارقام، وقعدت اشوف كده، فلقيت ان نربط مدن المملكه دي في باقي الفايل كامله موجوده. نربط مدن المملكه، نربط مدن المملكه في المسج ده، نربط مدن المملكه في التصميم ده، نربط مدن المملكه مكرره مرتين، نربط مدن المملكه هنا سقف لمحه، نربط مدن المملكه، وتحت نربط مدن المملكه بكفاءه وراحه. فهنا فكرت في ان انا اجيب مثلا ايه معلمين من المعالم الشهيره في السعوديه، وابدا ان انا احطهم. فلو ركزت هنا هتلاقي العلا، برج الرياض، وهكذا. بدات احط الباص وافيجوال برضو الشيب بتاعت نربط مدن المملكه بكفاءه وراحه بالالوان بتاعتهم. تمام. طيب هنا فكره تانية، نفس الفكره بس فكرت في حاجه تانية. هنا كان وقتها الجلاس افكت كان لسه طالع، او لسه يعني عارف، كان لسه في بدايه الجلاس افكت، وان هو ترند في الديزاين وكل الكلام ده. فاستخدمت هنا برضو، قسمت بنفس اللاي اوت. وهنا رحت عامل بقى حاجه لذيذه، ان انا هنا جيت على الازاز بتاع الباص، كتبت مدن المملكه. طبعا المدن دي اصلا غير واقعيه، لان مثلا ممكن تبقى واحده في الشرق واحده في الغرب، والاثنين مستحيل يكونوا خط سير واحد. بس برضو كنت اللي هو ايه، انا بحاول اعزز او اوصل فكره ان احنا بنربط مدن المملكه بكفاءه وراحه، كاني كاكستريم يعني، كاني الشخص اللي قاعد في الجزء ده رايح ابها، والشخص اللي قاعد في ده رايح الرياض، والشخص اللي قاعد هنا رايح نجران، والشخص اللي قاعد هنا رايح الدمام والطائف وهكذا. تمام. في اوبشن ثالث اعتقد، ده كان اوبشن ثالث من غير، ده كان اول اوبشن بالمناسبه، ان هنا كأن الاتوبيس بيجري، وبرده المدن موجوده، واللاي اوت بتاعي. دايما انا بعتمد حاجه، ان انا الانفوجراف الاولاني اللي انا بطلعه بعتبره كدرافت، بس بيساعدني في ان انا افيجوال المحتوى، او ان انا اعرض المحتوى، او ارص المحتوى كله. وبعد كده ببدا احسن منه، واحسن من شكله، واحسن من طريقه عرضه. فده مثلا كان التاسك اللي انتوا شفتوه. طيب خلينا نروح. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع قرايه المحتوى وتحليله. حد عنده مشاكل فيه؟ حد استفاد منه؟ حد شايف ان دي حاجه مهمه؟ بس كده. اه والله هي اهم حاجه. طيب حلو قوي. رقم 2 معانا، هي قبل ما تشتغل بتعمل تغذيه بصريه وبنجيب ريفرنس. طيب ليه بنعمل ده؟ بنعمل ده عشان خاطر حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه انا قلتها لكم في بدايه المحاضره، ان انا ممكن اتفرج على ديزاينز، او ابدا ان انا اعمل تغذيه بصريه لانفوجرافيكس يكون فيها نفس عدد الكلمات اللي انا هشتغل عليها. ف فبالتالي هشوف انا لو معايا انفوجراف 100 كلمه، احاول اجيب انفوجراف فيه كلمه في 100 كلمه. الحاجه الثانيه ان انا بتفرج على تصميمات انفوجرافيك عشان خاطر ممكن تساعدني في ان انا استلهم الصوره اللي انا هشتغل بيها، او اعرف الصوره اللي انا هشتغل بيها هتبقى توظيفها عامل ازاي، او اخد فكره عن الصوره. طيب
هنا مش هنطول فيها لان احنا اوريدي اتكلمنا عن التغذيه البصريه وازاي بنتفرج وازاي بنحلل عليها. لو حد عنده مشاكل فيها يقدر يرجع للجزء الثاني من المحاضره الاولى. بس انا هنا عايز اوريكم تصميم. حلو السؤال ده. طيب خلينا نرجع تاني، ده برضو المحتوى اللي معاكم او نفس الفايل. لو رجعنا هنا، ده بوست رقم 2. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الدور سات في دعم رؤيه 2030، وبعد كده حاطط لك ديسكربشن، وبعد كده حاطط لك بوست كوبي. فبيقول لك ان احنا عندنا سفر مستدام وتمكين اجتماعي وتنقل ميسر. وبعد كده قال لك سات تقود مستقبل النقل العام وفقا لرؤيه 2030. طيب هل انا بقى لما اجي اجيب ريفرنس للديزاين ده اروح اتفرج على ديزاين زي ده ولا لا؟ اه او لا؟ او يا ايمن لو تفتح المايك كده وندردش مع بعض بسرعه. بالنسبة لي أنا أختار إنه لا، ليه لا؟ لأنه عدد المحتوى أكبر من الشيء اللي إحنا شفناه بالملف. بالظبط. فانا يا باشا لما باجي اتفرج على حاجه بتفرج على ديزاين يفيدني في عدد الكلمات عشان اشوف هو قسمها ازاي او وزعها ازاي، فابدا استلهم منه او ابدا اشوف هو استخدمها ازاي. او ببدا اتفرج على ديزاين او اخد ديزاين كريفرنس عشان استلهم من الصوره بتاعته. زي مثلا انا ممكن هنا هتقول ابص على ده، لا هو ايه اللي جاب ده جنب ده؟ بس اقول لك انت شايف الكالر باليت؟ لا حلو قوي. شايف رقم واحد؟ طب ما انا ممكن اخد دور سات في دعم رؤيه المملكه 2030، وممكن اعمل الرؤيه 2030 بالستايل ده. اخد لوجو الرؤيه ودخله لاي موديل اي اي بيشتغل عليه وخليه يعمله لي بالشكل ده، وخليه اقول له بص وانت بتعمله حط لي مثلا الاتوبيس ده، او حط لي وسائل النقل دي، او حط لي معالم شهيره من الرياض جواه. فبالتالي اللي انا عملته هنا ببساطه شديده كان ايه؟ اللي انا عملته هنا اني انا ممكن اشوف حاجه او ممكن اشوف ديزاين اجيب ريفرنس اخد منه الصوره، والديزاين تاني اشوف عدد الكلمات اللي انا هشتغل عليها، وبناء على عدد الكلمات اللي انا هشتغل عليها دي ابدا اشوف انا ممكن تقريبا حجم الخطوط بتاعي هيبقى عامل ازاي، حجم النص بتاعي هيبقى عامل ازاي. يعني انا لو انا عندي هنا مثلا هيدلاين اهو في خمس فقرات، عندي هنا 3 ارقام، عندي هنا فقرتين، وعندي هنا كذا. فبالتالي انا لو معايا انفوجراف في نفس الاستراكشر ده هيبقى كاوبشن مناسب جدا ليا ان انا اتفرج عليه، او ان انا استلهم منه او اشوف. والله بص هنا عندي جلسه قضائيه عن بعد، ده تقريبا مثلا 35، اللي تحته واخد وزن اقل تقريبا، ده مثلا لو ده بولد فيبقى ده ميديوم 20. فبالتالي انا هبقى قادر ارسم او قادر اشوف انا هلعب في احجام تكست عامله ازاي. فكل ده الخطوات دي خلي بالك ما بتاخدش وقت، الخطوات دي ممكن تاخد منك 5 دقائق 10 دقائق قبل ما تبدا في الانفوجراف، بتسهل عليك كتير، بتنظم دماغك. في جايد لاينز او في شركات بتبقى الارقام لازم تتعرف كده. انا اشتغلت مع شركه كان اسمها ظهور. ظهور ما كانش فيه رقم ينفع يتكتب غير كده، لازم يتكتب بالشكل ده وعربي. طيب هنيجي مثلا فدي مثلا جزئيه بتاعت الايه الكونتنت. ممكن اخد انفوجراف استلهم بيه الاستراكشر بتاعه، ان انا مثلا عندي جزء هنا جزء هنا جزء هنا، فانا ممكن اقفل الاستراكشر بتاع او افصل الفقره دي عن الفقره دي تبقى الصوره في النص، او افصل الجزء ده عن الجزء ده بالحاجه الفلانيه. ممكن زي ما بقول لكم ان انا ديزاين زي ده استلهم منه ان انا اخد رقم رؤيه 2030 اعمله بالشكل ده، هيبقى شكله لذيذ معايا. عندي هنا مثلا لو انا بتكلم عن اليوم العالمي للبيئه، فبص هنا راح عامل ايه؟ الجزء الاولاني اللي فوق قال لك في اليوم العالمي للبيئه المملكه تتالق بيئيا، وراح حاطط المملكه بولد عشان خاطر هي حاجه اساسيه او حاجه رئيسيه. مع ان ليه بقى؟ طيب نسال حلو السؤال ده قوي. مع ان انا هنا احنا بنتكلم عن اليوم العالمي للبيئه، بس هو ليه هنا؟ ركز معايا كده، ليه هنا ما قالش ان اليوم العالمي للبيئه تبقى هي الفوكال بوينت الاساسيه بتاعتي، مع ان ده الاهم اصلا؟ والسبب بسيط قوي. ها
يلا بقى انا رجعت من البريك، مصدقت سخنت شويه. هنا بيقول لك في اليوم العالمي للبيئه المملكه تتالق بايه؟ هو هنا راح مبول المملكه. لا سيبك من الجزء اللي تحت. هو هنا راح مبول المملكه، مع ان المفروض او بالمنطق احنا في اليوم العالمي للبيئه بولد ايه؟ تبولد اليوم العالمي للبيئه. لأنه المقصود بالتصميم هذا هو المملكة، يعني الناس اوريدي عارفان إنه هذا اليوم العالمي للبيئة، بس إحنا بدنا نشوف إنه بالمملكة بالضبط إيش صار أو إيش يعني أنجز. مم. السبب بسيط قوي، ركزوا كويس، اديكم دقيقه بالظبط. سبب بسيط قوي وقدام عينيكم. اللي هو بعد 40 عام. لا لا. طيب بص كده هنا معايا. احنا عندنا رؤية المملكة 2030. رؤية المملكة دي لما طلعوها، لا مش يوم واحد. لما اطلقوا رؤية المملكة 2030 قال لك ايه؟ قال لك ان احنا عندنا، لا كان هو لسه صغير دلوقتي. الو. طيب فاحنا بنقول ان احنا عندنا رؤيه المملكه 2030. رؤيه المملكه 2030 تقريبا اطلقوها سنه 2020، وقال لك ان احنا عندنا رؤيه ان المملكه هتتالق او المملكه هتوصل لمرحله معينه في جميع المجالات اللي احنا بنشتغل عليها. ان احنا مثلا نبقى مثلا الدوري السعودي يبقى من التوب فايف في الاقتصاد بتاعنا، يبقى مش معتمد على البترول او اقتصاد غير نفطي. المشاريع الحج والعمره تبقى في الحته الفلانيه، حياه المواطنين تبقى كذا 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 كذا. فقال لك احنا هنطلق ده عن طريق ايه؟ عن طريق بعض البرامج الوطنيه، زي ايه؟ زي برنامج التحول الوطني، برنامج خدمه ضيوف الرحمن، برنامج العنايه مش عارف ب... ب... مش عارف العنايه او خدمه المواطنين، مش عارف، برامج عن طريق برامج. فبالتالي البرامج دي او المؤسسات دي الهدف منها او الهدف من ظهورها هو تلميع انجازات او تلميع المنجزات بتاعت المملكه. هي وظيفتها ان هي بروز المملكه، ان المملكه ماشيه في الرؤيه بطريقه صحيحه عن طريق كذا 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 كذا. هتلاقي دايما في التصميمات بتاعتهم او في اي حاجات تخصهم تلاقيهم دايما بيبروزوا المملكه. فهنا اما في اليوم العالمي للبيئه هو بروز المملكه عشان خاطر انا برنامج التحول الوطني حكومي التابع للمملكه، واللي الهدف الاساسي من البرنامج ان احنا نوصل 2030 خلاص احنا قفلنا اللعبه. فبالتالي هنا لما جه فيجوال هو ما فيجوالش اليوم العالمي للبيئه، هو فيجوال المملكه تتالق بايه؟ او فيجوال كلمه المملكه بس. وبعد كده تحت حط صوره ففصل. خلاص كده هو كده فصل. وبعد كده تحت قال لك قعدنا بعد 40 عاما من الغياب قعدنا في فاضل الصياد، وابتدى ان هو يحط ثلاث ارقام. وصلت؟ وصلت يا نايمين؟ هو تمام. مش طيب. طيب فده حاجه. طيب انا ممكن اتفرج على ديزاين اخد منه ريفرنس للصوره؟ اه. طيب شايف الديزاين ده؟ ده الريفرنس بتاعه. الريفرنس في ايه بتاعه؟ هو هنا الصوره دي بالمناسبه موجوده على شاتر ستوك، بس انا شفت الديزاين فحسيت ان الصوره حلوه ممكن ان انا استخدمها. خدت الصوره وبدات ان انا حطيت على الخريطه البوست بتاع سات، ودمجت هنا رؤيه اللوجو الرؤيه 2030، وبدات ان انا اعرض اللي هو دور سات في دعم رؤيه المملكه 2030 وسات كذا كذا كذا. وبدات احط ايقونات اللي بتعبر عن او الايقونات اللي بتعبر عن الفكره او الحاجه اللي انا عايز اوصلها. والمناسبة بصراحة بشوف إن هو لأ، كان ممكن يتصمم بشكل أحسن من كده بكتير. بس اللي أنا عايز أوصله بشكل عام إن أنت صورة زي دي أو وأنت بتتفرج فأنت ممكن تاخد، يبقى عندك تو ريفرنس. الريفرنس الأول عدد الكلمات أو الكونتنت اللي أنت بتشتغل عليه، الريفرنس الثاني للصورة اللي أنت ممكن تستخدمها وطريقة توظيفها. في نفس الوقت لو حطيت الاثنين جنب بعض، ده حاجة وده حاجة، مع إن ده كان ريفرنس الديزاين الثاني اللي هو ده. طيب منين بقى ممكن ان انا اتفرج على او ان انا اعمل انسبيريشن؟ بصراحه بشوف ان هم مميزين جدا في الديزاينز اللي بيشتغلوا عليها. التواصل الحكومي بشوف ان هم لا عندهم دايما افكار جديده. بنترست واكس. ليه اكس؟ عشان خاطر احنا عامه كانفوجراف هو البيك بتاعه في الجلف عامه، والجلف اكس هو المنصه الاساسيه او المنصه الرئيسيه. وبنترست
طبعا توب 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 توب. وقناه على تليجرام انا بشوفها من احلى قنوات التليجرام في التغذيه البصريه. لو جيت فتحت هنا كده اي حاجه انت عايزها هتلاقيها. بص اكيد هبعت لكم الرابط. بصوا كده، يعني بص الديزاين زي ده. عارفين مثلا ديزاين زي ده، هو هنا لو كان خلى الارض طبيعيه شويه كان هيروح في حته تانية، تكتشرز الارض تملى الفراغات دي، كان هيروح في حته تانية بشكل كبير قوي. او حتى لو هو سابه كده، لو كان شرب الماء دي عملها بتكست افكت او عملها بافكت انها تبقى ميه مكتوبه بالميه، هيعزز من شكل الانفوجرافيك الجانبيه بتاعته بشكل كبير جدا. ده عادي. بصوا بقى هنا، حتى لما قال لك استعداد لموسم الحج وبتاع، لما جه يعرض النقط اللي هو في مكه المكرمه محطه جده مش عارف ايه بتاع، فهو فيجوالها بالقطر، جاب القطر فيكتور، وابتدى ان هو يحطه كأن القطر ماشي في المحطات دي، مع ذلك صورة القطر تحت. الحاجات دي عارف انت لما بتبدأ تتفرج وبتشوف افكار مختلفة وبتشوف حاجات مختلفة، تبدأ تشوف او بتبدأ تبص تلاقي في حاجات قدامك لا حلوة، حاجات حلوة وبتديك افكار كتير جدا. بصوا مثلا هنا التكست افكت اللي عمله في الحجر الاسود. انت مش شرط ان الديزاين كله يبقى حلو، بس انت ممكن تاخد من كل ديزاين فكرة هيودي معاك في حتة تانية خالص. بصوا ده. أو حد يبعته بقى على جروب الاركايف. طيب المفروض ان هنا في تحليل فردي لكل واحد. فاحنا اوريدي اتكلمنا شرحنا التغذيه البصريه وبدانا ان احنا نحللها. حد حابب ياخد التجربه واحد او اتنين؟ أنا ممكن. ماشي. مين بس؟ أسمع. ماشي يا اسماء. طيب تيجي نصعبها شويه. بصي تعالي نجيب عشان نتناقش. بصي لو في ديزاين شايفه ان احنا اللي ممكن تحلليه قولي لي اقف عند ده. ممكن بتاع الكعبة. ده اه بسيط قوي. ماشي، ممكن تكمل. يعني عايز حاجه فاهمه فيها تصميم. داتا. اه فيها داتا بس. بتاع طرق دبي. ده اه ماشي يلا بينا. ماشي. السب تايتل بتاع تعلن استلام 250 حافلة، هو فوكس ده عليه أكتر من طرق دبي نفسه عشان الشيب اللي وراه. حلو جدا. ممكن عملت كده عشان العدد، يعني 250 حافلة وإن هي فيها 735، فإنجاز يعني ليهم. ماشي. بس أنا حاسة إن أنا الجزء اللي فوق مفصول عن الجزء اللي تحت. يعني حتى لون البوستز اللي فوق أحمر عشان تقريبا اللوجو أحمر، واللي تحت أخضر، فالديزاين مدي على أخضر. يعني لا عشان الباصات اللي فوق دي باصات بنزين، الباصات اللي تحت كهرباء. ماشي.
بس اللون الأخضر هو لونهم أصلا، يعني اللوجوز كلها فيها أحمر. هم اللوجوز كلها فيها احمر، بس هم ما لهمش الوان محدده. ماشي كملي. التقسيمات اللي تحت، ثانية، 20 كيلو متر. أنا بس عاجبني فكرة ال 280 كيلو متر دي، أو اللي هي الجزء الأخضر ده والثلاث حاجات اللي نازلين منها. ماشي. إيه كمان؟ رقم 100% معمول كبير قوي. ماشي. مش عارفة لو كان تحت 280 بالظبط كان هيكون أحسن، ولا أنا بس دماغي دايما بتحب الحاجة في النص. بس حاسة إن هو يعني هو واخد مستطيل يمين مع التكست اللي هو التاني مستطيل شمال تقريبا. مم. مش عارفة لو كان ألوان مع ال 280 كان هيكون أحسن ولا لأ، بس كان هيبقى عامل زحمة على التكست اللي هو الشمال. تمام. بس مش حاسة عندي حاجة كمان. بس هو اوكي. في كلام كتير قوي عامة، يعني في كلام كتير قوي مكتوب. أنا حاسة بزحمة شوية، بس ممكن ده أصلا طبيعة التكست. تمام. طيب هقول لك انا اول حاجه عندنا هنا طرق دبي. انا كنت عايز، وانا بفكر فيه، كنت عايز ان انا ابدا ان انا اخليها تبقى الاينمنت مع 250 حفله من هنا، بس كانت كبيره قوي. بلس كمان كلمه طرق دبي هي مش مهمه قوي بالنسبه لي، لان انا اوريدي ده بيبقى نازل في ستوري اصلا، فبيبقى الهدف منه او هو بيبقى مدته بتبقى 24 ساعه، فبنبقى دايما بنحاول نركز على الارقام والبيانات اكتر من مثلا مشروع مش عارف ايه لا، بنحاول دايما ان احنا نركز على الارقام، او ان احنا نوصل المسج بشكل اساسي. فحتى انا لو طرق دبي من هنا صغرتها اكتر من كده مش هتاثر على المسج بتاعتي. طيب الغلطه اللي انا شايفها هنا مثلا، او اللي انا شفتها دلوقتي، ان التكست ده ازرق، ما كانش محتاج يبقى ازرق، كان محتاج ممكن يبقى من اخضر الدرجه دي والاغمق منها، كانت هتبقى جميله قوي. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا الحفلات مطابقه للمواصفات الاوروبيه والانبعاثات الكربونيه. دي كانت برضو مهم انها فتفجرت بلون مختلف عن باقي الانفوجراف اللي هو باللون الاصفر، وتكون برضو متناغمه معاه. بعد كده برضو عندي هنا كان جزء الفكره، بس في ايه؟ الفكره انا عندي معلومات كتير مهمه وتكاد تكون كلها بنفس الاهميه، فبنحاول ان احنا نبرزها كلها. فانا عندي هنا بيقول لك ان هو يتضمن عقد شراء 40 حافله، هتلاقي دايما ارقام كبيره، لان هم بيركزوا على جزئيه الارقام، فقال لك 40 حافله كهربائيه في الصف كذا 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 كذا، فده كان جزء مهم قوي. بعد كده كان الجزء ده كان ربط ليها، فلو ركزت هتلاقي ان الجزء ده واخد الاهميه الاكبر من الجزء ده، اللي هو ايه؟ ان احنا نستكمل توليد الحفلات خلال العام الجاري. وبعد كده هنا كان بيتكلم عن نوع الحفلات نفسها، ان هي من نوع كذا، وان هي اول حفله تشتغل في الخطوط الحضاريه في دبي. وكمان بيقول هنا ان هي ايه؟ صممت خصيصا لتتناغم مع الاجواء التشغيليه في دبي. الاثنين دول على بعض جزء رئيسي. هنا كنت بحاول كلمتهم ان احنا طب ليه ما ندمجهم مع بعض يبقوا فكره واحده، يبقى الشكل احسن بكتير. بس قال لك لا، دي فقره ودي فقره منفصله، والاثنين يبقوا جنب بعض. طيب بعد كده انا بس لو كيوزر. بدلناهم مشكلة. ايه؟ لو بدلنا الكتلة الكبيرة الناحية التانية والكتلة الصغيرة الناحية دي، بحيث إن لو نتعامل معاهم كجروب بدلت يبقى هتبقى موجودين. شكلها حلو جدا، قولي لي ليه، او انت قلتي كده ليه؟ عشان لو تعاملنا كأن الأربع مربعات دولت فاميلي مثلا، برافو عليكي. فالمفروض إن يبقى فيه بالانس إن ديت بالظبط. قصاد دي. برافو عليكي. هيبقى ك ككتل، هتبقى الكتله دي بتعوض الكتله دي، بس ما كانش ينفع ان احنا نبدل الاثنين مع بعض. بعد كده كيوزر يهمني ايه؟ يهمني ان انا اعرف المدى التشغيلي بتاع الباصات اللي الحكومه بتطرحها لي ايه. فالمدى التشغيلي بتاعها 280 كيلو متر، وده رقم كويس جدا. فبعد كده بيقول لك ان الطول 12 متر، الساعه كذا، النظام كاميرات كذا. طيب بعد كده قال لك ايه؟ قال لك ان احنا بتستهدف الهيئه 100% من حفلات النقل العام في 2050 تكون حفلات كهربائيه وهيدروجينيه. فده المسج الرئيسيه الاساسيه اللي انا بقفل بيها التصميم. فمهم انها تبقى كبيره، حتى لو هتاثر على هتاثر على جماليه
التصميم بتاعي. بس هي حاجه مهمه جدا 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 انها تبقى موجوده بشكل اساسي او بشكل رئيسي جوه التصميم. بس التحليل بتاعك مظبوط قوي. انا طيب برضو اخر قطعة اخر سطرين اللي هما بالازرق دول، حاسة ان هما كانوا المفروض يبقوا باللون اخضر عشان واخدين العين اختلاف لونهم مقارنة بالمربع كله. ما هو انا واخد بقول لك، هنا اهو بقول لك ان انا دلوقتي خدت بالي ان دي الجزء ده وده 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 محتاج يبقى بقى بدرجه اغمق من اللون ده، كان هيبقى الشكل متناغم اكتر، لان الازرق شاذ في التصميم ده. تمام. يعني اصلا الثلاث الوان دول كانوا محتاجين كام فقره دول كانوا محتاجين لونهم يبقى بالاخضر الغامق. انا ما كانش عندي مشكلة معاهم فوق، يعني هي بس تحت علشان حاسة ان بقى في اي فلو عليها مختلف عن اللي فوق بس. لا، كانت هتطلع بشكل بصري في الاخر احلى كتير. طيب الحل اللي انا تصميم كمان، بس أنا في واحد هنا بحبه بصراحة، كنت عايز أعرضه بس مش عارف هو موجود أصلا في البورتفوليو ولا لأ. ده. طيب بصوا بقى مثلا هنا كنت بقول إن إحنا عندنا طرق دبي تنجز 595 مظلة كذا 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 كذا، فده هيدلاين واخد الكتلة بتاعته بشكل لذيذ. بعد كده عملت اللاينز دي، وبدأت هنا قال لك ضمن مشروع كذا 762 معدل إنجاز كذا تخدم مظلات كذا. وبعد كده كان عندي المسج دي رحت مفجولها كده. طيب بعد كده كنت في الفترة دي كنت لسه بتعلم او لسه بذاكر شوية حاجات، فعرفت ان في حاجة اسمها بروكسيميتي، وان مهم ان العناصر تكون مترابطة ببعضها وكل الكلام ده. فهنا مثلا رحت جاي كنت مطبقها بشكل اساسي لدرجه ان انا دخلت الشات جي بي تي بعد ما خلصت وقلت له بناء على المبدا البروكسيمتي، وبناء على اللاي اوت، وبناء على كذا كذا كذا، بدات ادخل شويه حاجات كده. ايه رايك في التصميم ده؟ قال لي دي متحققه، دي مش متحققه، دي متحققه، دي كذا دي كذا دي كذا. فدي حاجه مهمه جدا ممكن تعملوها، ان انت تخش على شات جي بي تي وتبدا ان انت تخليه هو يذاكر لك او تخليه ينتقد لك التصميم ده. بس مهم الكيوردز اللي انت بتدخلها، يعني تقول له يا باشا بص احنا عندنا حاجه اسمها كده، او اقول له يا باشا مثلا هو انت تعرف ايه عن عن اللاي اوت، او تعرف ايه عن البروكسيمتي، او تعرف ايه عن كذا، او تعرف بقول لك ايه، شايف الكتاب ده ذاكره. طب شايف مش عارف فبتبدا ان انت تعمل ايجنت خاص بيك. الايجنت ده بيساعدك في ان انت بعد كده تقدر ان انت تبعت له الشغل وتقول له بناء على كذا 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 اللي بينا انتقد لي التصميم ده. فبالظبط غذيه عشان يديك المعلومه. ما تخشش تقول له انا عايز كذا، او انت ايه رايك في كذا، هتلاقيه بيهلوس منك وبيخرف معاك ومش هتستفاد بيه. طيب فهنا هتلاقي ان الجزء الاولاني في فاصل، فانا فهمته او عينك لقطت ان دي فقره ودي فقره ودي فقره تانيه. بعد كده كان عندي خصائص خاصه بالمظلات دي، فبدات ان انا اعرضها بالايقونات بالشكل ده. ويجي في الاخر خالص قسمتها، حطيت الشيب دي بحيث ابين برضو ان انت داخل على فقره تانيه منفصله هي خدمات ترتقي بجوده حياه المواطنين. في نفس الوقت برضو المظلات انا عرضت الجزء المهم منها او الجزء المهم من الصوره اللي هو ايه الجزء ده. طيب عندي سؤال معلش في التصميم ده. إيه؟ انت دلوقتي تقريبا الجزء اللي فوق كله aligned في النص صح؟ طب ليه تخدم المظلات بالرقم اللي حواليها مش حاساها aligned في النص؟ حلو قوي. عشان خاطر انا هنا لو جيت بدات ان انا هو التصميم مش قصه الاين في النص، هو التصميم كله بادئ من اليمين ومودي للشمال متناسق، النص اليمين زي النص الشمال. طب انا عندي هنا عشان خاطر ابدا ان انا اعمل تنجز 595 مظله دي انها تبقى بالعرض التصميم، حاجه من الاثنين، يا ازود كشايد يا اكبر حجم التكست، صح؟ انا مش بتكلم على الجملة دي، انا بتكلم على هي تخدم المظلات 192 دي فيها، يعني كنت حاسة ان هي المفروض تبقى aligned مع الصف اللي فوقيها. ما هو بصي انا عندي هنا بدايه اللاين اهي واحده، واللاين ده هو اللاين مع الجزء اللي تحتيه. تمام. طيب عشان تبقى عينك مرتاحه هزود كشيده عن كده، هبوظ شكل التكست. انا من مدرسه الناس مش لازم اللي يبقى الخط aligned مع الخط اللي فوقيه يعني، ولا دي لازم؟ لا هيبقى شكله وحش. يعني ممكن ادور لك على تصميم ونجرب فيه بعدين، ادور على السورس بتاعه، بس لا هيبقى شكله وحش. بس تخيلي كده ان البدايه والنهايه بتاعت دول مش واحده، ودي موجوده في النص كده، عارفه انت اللي هو كانها مرميه في النص، واصله لك؟ فانا المحتوى حكمني ان انا اطلعها بالشكل ده، وما كنتش ماشي. عايز ان انا ازود كشيده هنا
عشان خاطر لو زودت ان انا اعمل لها الاينمنت مع الجزء اللي فوق كانت عيني كانت هتبقى مرتاحه جدا على فكره. لو انا كنت عملت دي الاينمنت مع الجزء اللي فوق بس كانت هتبقى لا. ليه عملتها في سطر في سطرين مش سطر واحد؟ حلو السؤال ده. عشان خاطر يبقى عندي اليونتي واحده، او ان يبقى الفقرات واحده واحده. فهنا على سطرين، هنا على سطرين، هنا على سطرين. اصل برضو نفس السؤال، طب لو انا عملت دي على سطر واحد طب ليه ما عملتش دي على سطر واحد؟ مع اني هنا بمعدل انجاز عدد الحروف بتاعتها اقل من عدد حروف تخدم المظلات. فبالتالي انا بوحد بعمل حاجه اسمها يونيتي، او بوحد التصميم، او لو عندي فقرات متشابهه ببعضها فبوحد طريقه عرضها. تمام. طيب خش بقى على الجزء الاخير في محاضره النهارده، والجزء بصراحه انا بحبه جدا، مراجعة الهوية البصرية. طيب الهوية البصرية هي كل في الكل. يعني الهوية البصرية هي الحاجة الأساسية من وجهة نظري. إني لو أنت شغال على هوية بصرية كويسة، لو أنت الكلاينت مديك هوية، أو هو الكلاينت مطلع هوية بصرية كويسة وجاي يديها لك، الهوية البصرية دي هتساعدك بشكل أساسي، أو هتساعدك بشكل كبير جدا 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 في الشغل اللي أنت بتعمله. يعني إيه؟ يعني لو أنت عندك هوية بصرية صح فيها جرافيك إليمنتس كويسة، الديزاين اللي شغال عليها فاهم، مديك الخطوط اللي انت هتشتغل عليها، مديك احجام الخطوط اللي انت هتشتغل عليها، مديك الباترنز والجرافيك اليمنتس والعناصر اللي انت هتستخدمها، بيسهل عليك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكل ده عناصر اساسيه ومساعده في تصميم. انا دايما بستعرض هويه بصريه كده كان عاملها مع عبد الرحمن خالد، النهارده هستعرضها معاكم، واستعرض معاكم هويه حياكم الله بتاعه موسم الحج السنه دي. طيب خلينا نستعرض الأول بتاعة عبد الرحمن خالد بصراحة، لأن هي شاملة. طيب من هنا تبدأ هويتنا الجديدة. طيب أول حاجة هتلاقيها بيتكلم فيها هي براند بوك أصلا، مش براند جايد لاين، هي براند بوك كامل. هتلاقي أول حاجة بيتكلم عن فلسفة العلامة واستراتيجية العلامة. الحاجات دي بتبقى مهمة على فكرة إن أنت تبرزها. هرجع له وهشوف، يعني لو هينفع أبعت لكم ده أبعته لكم، هوية حياكم الله ممكن أبعتها لكم عادي. طيب فاول حاجه بيبقى حاطط لك فلسفه العلامه واستراتيجيه العلامه. كل الحاجات دي بتبقى مفيده جدا 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 ليك وانت بتشتغل. ليه يا عم الحاجه مفيده ليك وانت بتشتغل؟ لاني انت هنا في البراند استراتيجي بشكل عام، هو بيفجول لك البراند ده كانسان، هو شكله هيكون عامل ازاي، هيتعامل ازاي، هيكلم الناس ازاي. فكل ده بتبقى حاجات بتساعدك يعني. حتى لو هو تحت مش ذاكر لك الايمج ستايل اللي انت هتشتغل عليه، مش ذاكر لك الحاجات كتير من البراند، كل الحاجات دي بتساعدك في ان انت توصل في النهايه، او ان انت تعرف، او ان انت تحدد مثلا اسلوب الصور اللي انت هتستخدمه شكله هيكون عامل ازاي. هتساعدك في طريقه العرض بتاعتك هتكون عامله ازاي. لو هتصمم براند بتاع ده كوميدي بروفايل هيكون شكله عامل ازاي. الحاجات دي كلها بتفرق. فمهم ان انت تفهمها، بس عارف انت بتنظم دماغك. الحاجات دي بتساعدك في تنظيم دماغك. بعد كده بيتكلم عن الكور الفاليوز، وبيتكلم عن التميز او الديفرنشيشن. طيب خش بقى في الاجزاء المهمه. هنا اول حاجه قال لك ان احنا عندنا الميل لوجو بتاعنا شكله عامل كده، الجريد سيستم بتاعه شكله عامل ازاي. بعد كده قال لك ان احنا عندنا المساحه الامنه بتاعتنا شكلها عامل ازاي، او هي عباره عن ايه. الوان باك جراوندز، اللوجو على الباك جراوندز المختلفه، الاسود والاحمر. تمام. مينيمال سايز، الكالر، استخدام الالوان الالوان، استخدام الباك جراوند الملونه مع اللوجو. طيب قال لك بعد كده مع الصور المختلفه. طيب ايه قال لك اللوجو نوت يوز، الحاجات اللي انت ما ينفعش ان انت تعملها في اللوجو، دي حاجات كلها سهله عاديه. هنا بقى اول حاجه بتبدا تبص عليها، قال لك ان احنا عندنا اللوجو بوزيشننج بتاعنا. احنا عندنا 6 اماكن للوجو، اللي انت يا اما تحطه فوق على اليمين، او تحت على اليمين، فوق على الشمال او تحت على الشمال، فوق في النص او تحت في النص. فدي كده اول حاجه خلاص بتبدا ان انت تعرفها. بعد كده عندنا الكالر سيستم، قال لك ان احنا عندنا برايمري كالرز 3 الوان، احمر نابض، رمادي واضح، الاسود القائد. بعد كده حط لك السكندري كالر اللي انت هتشتغل عليها. لا ده لسه الفايل ده مبهر.
ماشي. بعد كده بكلمك عن تشابك الالوان او الكلر كومبينيشن هيكون شكله عامل ازاي، الاحمر مع الباك جراوندز المختلفه، كل الحاجات دي بتساعدك وانت بتشتغل. طيب بعد كده بكلمك عن نسبة استخدام الألوان هتكون عاملة إزاي. فقال لك إن إحنا عندنا هيكون ميرت بشكل أساسي 75% و20% رمادي، وبعد كده سكندري كولرز واخدة الألوان الباقية، أو 20% أحمر وال 20% التانيين الأسود، والسكندري كولرز واخدة النسبة الباقية اللي هي 30% تقريبا. بص بقى بعد كده قال لك عندنا تايبوجرافي سيستم، قال لك ان ده عندنا الفونت الانجليزي بتاعك اللي انت هتشتغل عليه، وتحت جايب لك الفونت العربي. هنا بيقول لك ان احنا عندنا الفونت بتاعنا بولد ميديوم ريجولار لايت، وده الفونت العربي. اقف بقى هنا، اقف بقى هنا كده وايه ونقف كده وتحط ايدك، يعني تربع ايدك كده وتضرب له تعظيم سلام لما تلاقي براند ديزاينر عامل لك كده. بص يا سيدي، هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك بص يا باشا، ان احنا عندنا دلوقتي لو احنا عندنا هيدلاين 1 و2 و3 و4، فبيقول لك ان انا لما يكون عندي هيدلاين 1 هستخدمه حجم الخط بتاعه يبقى 120 وبولد، واللاين هايت اللي هو ارتفاع الخطين عن بعض هيكون 135، والريشيو بتاعته هتكون 1:1. لو هيدلاين 2 هيكون 90 والوزن بتاعه بولد، وكذا. هيدلاين 3 60، هيدلاين بتاعه بولد. هيدلاين 4 30، والهيدلاين والويت بتاعه بولد. فهنا بقى بتبقى انت خلاص هو حاطط لك براند جايد لاين. فبالتالي البراند اللي بيميز براند ديزاينر شاطر عن براند ديزاينر عادي ان هو في البراند جايد لاين او في البراند بوك اللي هو بيسلمه بيتعامل على ان، سوري في اللفظ، بيتعامل على ان الديزاينر اللي بيشتغل حمار. وده مش غلط، بس هو هنا بيعملوا ايه؟ هنا بيقولوا بص يا باشا، انت عندك 1 2 3 4 اتحرك فيهم، بحيث احمد اشتغل على الاكونت ده، اوكي، الديزاين تطلع كويسه. محمود يشتغل على الاكونت ده، الديزاين تطلع كويسه. عم ابراهيم يشتغل على الاكونت ده، الديزاين تطلع كويسه. فبالتالي هو حاطط لك الحاجات اللي انت بتتحرك بيها. في نفس الوقت هتشوف قدامك هنقلب مع بعض ونشوف، وهتلاقي ان البراند جايد لاين ده انت ممكن تشوفه دلوقتي ان هو محجمك، بس هو تحفه، هو مديك تمام. طيب قال لك ان احنا عندنا سب تايتل 1 و 2، وزنه هيكون ال1 هيكون وزنه 65، ال2 هيكون 50، البادي وزنه كذا، والبادي 2 وزنه كذا، البوتومز هتكون وزنها كذا. ف بص بقى حتى هنا كاتب لك ايه؟ قال لك rules all headlines is upper case letter. الحرف الاولاني يكون بولد، واول سب تايتل مش عارف ايه في كابيتال. هو كاتب لك الرولز اللي انت هتشتغل عليها، يعني كاتب لك الرولز اللي انت بتتحرك فيها جوه الكلام ده. هنا اهو شارح لك الكلام ده احنا عملنا ازاي، او تطبيق الكلام اللي فوق ده احنا طبقناه هنا ازاي. طيب فكده خلص لك هو ايه، هو لخص لك كده هنا جزء الايه، البراند التايبوجرافي او التايبوجرافي بتاع البراند. هنا بقى بيقول لك ان احنا عندنا جرافيك اليمنت سيستم، فقال لك ان احنا عندنا ده الاوبشن الاولاني، ودي الحاجات اللي طلعت منه. بعد كده قال لك عندنا هنا نظام العناصر البصريه او الجرافيك اليمنتس الثاني. بصوا هنا الباترن سيستم، اوبشن 1، اوبشن 2، في اوبشن 3 تحت. طيب لما تيجي تبص هنا هتلاقي ان هو كله مستخدم بتاع ده جريد سيستم واحد. الجريد سيستم ده جابه منين اصلا او خلقه منين؟ نرجع كده نطلع فوق، هتلاقي ان الجريد سيستم اصلا اللي هو استخدمه هو جابه من اللوجو. ركز معايا، اليونتس دي، وهتلاقيه اعتقد لو انا فاكر صح هو شرحها تحت. فهنا استخدم الجريد سيستم اللي عمله في اللوجو في الباقي كله، في الديزاينز كلها. فتيجي تبص بقى هنا هتلاقي اهو، ادي اول حاجه عشان خاطر طريقه الاستخدام بتاعته، اللي هو مثلا في الايميل سيجنتشر والحاجات دي، بوسترز. بصوا هنا الباترن ده هو اللي اعتمدوه ساعتها، وهو عمله منين؟ عمله من الشماغ. جابوا منين؟ المفروض ان هو شرحه، استنى. اه بص كده، ادي حرف السي، قطع حرف السي، قطع الجزء ده منه.
بصوا بقى، ده الجزء اللي انا كنت بكلمكم فيه، ان انت يكون عندك لوجو، لان اللوجو بتاع بي سي جي كان جاهز. ده التمرين اللي انا كنت بقول لكم عليه. اللوجو بتاع بي سي جي كان جاهز. هو خده رسمه وابتدى ان هو يظبط الجريد سيستم بتاعه وظبطه، وهنا راح قاطع الجزء ده منه، وابتدى ان هو يكرره ويدمجه وعمل بيه باترن، وسماه بتاع ده شماغ باترن، شماغ المرن. من ايه؟ من حرف التي، من قطع في حرف التي وابتدى ان هو يعملها. الحاجات دي بقى بتبيع قوي مع الكلاينت. بص، احنا عندنا هنا اللوجو بتاع بي سي جي ده اصلا مش هو اللي مصممه، اللوجو ده كان جاهز، اللوجو ده موجود بقاله كتير، بس هم كانوا عايزين يعملوا ريبراندنج. فهو ابتدى يرسم اللوجو، ابتدى رسم اللوجو. فلما رسم اللوجو بالجريد سيستم طلع معاه 3 مربعات، فقال لك خلاص انا هستخدم ايه؟ هستخدم ميديولار جريد في الديزاينز بتاعتي، وده اللي انت هتشوفه هنا اهو. اهو حتى في السيستم اللي هو اشتغل عليه اهو، هتلاقي كله. بعد كده قال لك، ابتدى يفكر، فقال لك ان انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد جزء من، اخد حرف السي ده، السي اهو اللي في النص، فانا هاخد حرف السي ده وهقطع منه الجزء المثلث الغير منتظم ده، فاهو بقى ده شكله. فخد الشكل ده ابتدى يدمجه لحد ما طلع بيه الشكل اللهبل ده. ماشي. خد الشكل اللهبل ده، راح مطبق عليه كونسبت وابتدى يكرره، فابتدى طلع له شكل عامل كده. فالشكل ده بعد ما طلعه ربطه بالشماغ، اللي هو ده الشماغ بتاع السعوديين. ما هو ده اول تمرين. وانا لو فاكرين في اول تمرين قلت لكم ايه؟ قلت لكم ان انت ممكن يبقى عندك براند او عندك لوجو، ممكن تاخد من اللوجو ده اجزاء وتبدا تطلع جرافيك اليمنتس للهويه. فهو ده اللي هو عمله بالظبط. هو وكان خد في ريفرنس وريتونا الفايل بتاع مارد، والفرق الفايل بتاع مارلتس. اما طلع باترن من لوجو طلع باترن من حاجه بسيطه. ما هو بقى الفكره فين؟ الفكره بقى في ان انت لما بتقرا، ما بتقرا ده، لما بتقرا الفلسفه مثلا واستراتيجيه العلامه والحاجات دي، فهتفهم ان براند بي سي جي هو براند حكومي، او بتتعامل مع مؤسسات وجهات حكوميه كتير. فبالتالي انت في الحاجات الحكوميه بتحاول دايما تبرز هويه المملكه، تحاول دايما تبرز ده بشكل اساسي. فمن ضمن العناصر الاساسيه في المؤسسات الرسميه، او في اي احتفاليه، او في اي زياره حتى، بتلاقيهم دايما ايه؟ لابسين الزي السعودي الرسمي. وهم بي سي جي بتتعاملوا مع التلفزيون الحكومي بشكل كبير جدا. فلما تيجي تبص هنا، يعني الربط يخرب بيت دماغه. انا بحب عبد الرحمن خالد جدا بالمناسبه يعني. فبتيجي تبص هنا، هو قطع حرف السي. بص، عشان نكون فاهم، انا بنسبه 100% او بنسبه 90% انا مقتنع بشكل اساسي ان عبد الرحمن وهو بيعمل ده كانش عارف ان هو بيعمل ده. هو بيعمل ده بيجرب، فخد ده طلع منه ده، دمج ده، ايه ده؟ طب ما ده شكله شماغ. وعبد الرحمن كريتيف قوي بصراحه يعني. ف... فبالتالي طلع معاه ايه في النهايه؟ طلع معاه الشكل ده، ابتدى يكرره وقال لك ان احنا هنعتمد الباترن ده. بص بقى، بطريقه تكراريه ومنتظمه لخلق ايقاع بصري قوي يدعم هويه العلامه ويعزز حضورها، ويتيح هذا التكوين الهندسي استخدامه في مختلف الوسائط من المطبوعات ومنصات رقمية تغليف المساحات، مع الحفاظ على التناسق وسهولة التعرف على الهوية. 100%. 100%. فبالتالي هو باع. يا جماعة، هو باع البيعة بحاجات بسيطة بجد. طيب خلينا نتخطى ده بقى وننزل، عشان انا من وجهة نظري برضو ان في حاجات اقوى تحت. بصوا بقى هنا، راح عامل باترن ديفلوبمنت، وابتدى ان هو يعمل بوسترز بيها ازاي شكلها هيكون عامل ازاي، وتطبيعها مع الكلر سيستم. بعد كده الساين سيستم وديزاين الايكونز. بص بقى الفيجوال دايركشن، اتفرج واتمتع. طبعا هو الفايل 124 صفحه، فهو ضغطهولي جدا، بس هو طلع كلها بايظه مكسله. لي اوتس، بصوا بقى النقطه اللي انا كنت بقولها لكم فوق. هو قال لك ان احنا عندنا 3 elements and angles، فاحنا هنستخدم مالتي موديولار جريد مكون من 3 وحدات. ابتدى ان هو يكرره اهو. قال لك ان هو يكون 12 12 12 في 12، ودي السيف اريا بتاعتك اهيت.
بص بقى، ادي يا باشا الايمج ستايل، لكن احنا بنعتمد على الصور في الهواء على طابع كلاسيكي، اعطيك فينتج يعكس جذور كذا 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 كذا. بعد كده قال لك الكالر سيستم. بعد كده تحت قال لك ان الكي ووردز تو سيرش تو سيرش فور، يعني خش يا باشا دي الكي ووردز ابدا سيرش بيها. سعوديه ريتيو، سعوديه اديوكيشنال فوتوغرافي، ديزرت باك جراوند، مش عارف ايه، وجايب لك امثله للصور اللي انت هتستخدمها. بعد كده التمبلتس، الايميل سيجنتشر بقى، والبيزنس كارد، والليتر هيد، والانفلوب، وكل الكلام ده. الرحمن جامد. الرحمن ارت دايركتور في جين السعوديه حاليا. طيب، فده اول حاجه. استعرض لكم هويه بصريه تانية، ودي لذيذه جدا. طيب، هويه حياكم الله. هرجع له الاول والله، يعني هرجع له الاول. طيب بص، دي هويه حياكم الله الموسم الحج السنه دي. فهنا بيقول لك لماذا الهويه الترحيبيه، هنعمل بيها ايه، كل الكلام ده. بعد كده قال لك الشعار، قال لك ان احنا عندنا الشعار اهوت، ده الشعار بتاعنا اللي احنا هنستخدمه، ودي الوان الشعار اللي احنا هنعتمدها، واللون لما يكون على الباك جراوندز مختلفه هيكون باللون الابيض اللي هي الوان الهويه بتاعتنا. بعد كده بيقول لك ان المساحه الامنه اللي احنا هنستخدمها هتكون عامله ازاي، تموضع الشعار هيكون عامل ازاي، او مكانه فين بالظبط. فبيقول لك ان احنا لو في حاله ان احنا عندنا ظهور مشترك مع جهه، سواء الناس اللي كنا بنتكلم مع بعض او كنا بنقول ليه يمين وليه شمال، انت عندك جايد لاين. فبيقول لك هنا اللي انت لو انت مثلا حياكم الله هتتعاون مع الجهه الفلانيه، فمكان اللوجو بتاعها يبقى حياكم الله يبقى في النص تحت، وشعار الجهه يبقى فوق في النص، او الاثنين على اليمين، او شعار الجهه على اليمين وحياكم الله على الشمال. تمام. بص بقى، في الحاله الثانيه الاثنين هيبقوا جنب بعض، فالمساحات تكون عامله ازاي. طيب، بعد كده قال لك ايه، قال لك ان احنا لما تيجي تستخدم الشعار على الحاجات مثلا زي الشمسيات، ازايز الميه، مش عارف ايه، ما ينفعش ان انت تستخدم حياكم الله عشان لفظ الجلاله. فانت لما تيجي استخدم الباترنز والالوان، ما تستخدمش اللوجو خالص، ممنوع. فدي اول نقطه. بعد كده استخدامات الخطأ للشعار. بعد كده اللغه البصريه، تشكيل الالوان وكل لون فيهم. بعد كده قال لك بص بقى، عندك هنا تركيب الالوان، ان انت لما يبقى عندك الباك جراوند خضراء يبقى التكست ابيض، الاخضر غامق ابيض، كل الكلام ده. وبعد كده قال لك لو انت هتستخدم بقى الالوان الفاتحه، يعني هتبقى عندك النمط الباك جراوند بتاعتك خضراء، تستخدم عليها الاخضر الغامق او الابيض. تستخدم عليها الاخضر الغامق والاغمق منه، البنفسجي والاغمق منه، الاحمر والاغمق منه، وهكذا. الخطوط اللي انت هتستخدمها، وتصميم نصوص حياكم الله. تقريبا دي الهويه القديمه، دي الهويه القديمه لانهم عملوا فونت خاص بيهم. طيب بص بقى، بعد كده قال لك عناصر الاستلهام، الترحاب، اللي هي تكوينات الباترنز اللي هم هيستخدموها، اللي هي الجرافيك ارتس. فبالتالي حاجه زي كده هتكون مفيده وانا بشتغل عليها، او انا بعملها، هتكون مفيده ليا في ان انا مثلا لو بتكلم عن تصميم عن الحرم عن المسجد النبوي، فممكن استخدم ده كعنصر اساسي معايا. طيب، بعد كده قال لك ان احنا عندنا اشكال تصميميه، عندنا 3 اشكال، عندنا البوابه، وعندنا النمط، وعندنا الشعاع. دول ال3 اشكال بتوعنا. الاستخدامات بتاعتها، الريفرنس الديزاينز، طريقتها، التطبيقات بتاعت الهويه. طيب، اه ده كان الابديت ما بعد موسم الحج ده. فهنا ابتدى بقى، بصوا بقى، فاكرين الديزاين اللي انا وريته لكم في اول المحاضره اللي هو ده؟ مش فاكر، اللي هو كان بتاع قطار الحرمين. ف... ف... الفكره بتاعت التكست جبتها منين؟ جبتها من هنا اهو، عرض اهو العنوان اهوت، ورص في التكست في الجنب، جبتها من هنا. طيب، ادي الشيب اللي انا كنت مستخدمها هناك برضو في الديزاين، هي نفس الشيب. وكل دي حاجات لما بتتفرج على فايل زي كده، كل دي افكار بتاخدها عشان خاطر، او بتبدا ان انت تفهمها وتحللها عشان خاطر لما تيجي تشتغل على البراند تقدر تستخدمها بالشكل ده. فانا لو عندي 4 فقرات هيدلاين، وكل فقره تحتها بادي تكست، هستخدمها بالشكل ده مثلا. طيب،
بص كده. طب احنا هنعدي بسرعة عشان احنا خدنا وقت كبير قوي في الجزء ده. ادي الالوان، استخدامات الشعار برضو هي وحصل ابديت على الهوية. السبيسز، الالوان، تناغم الالوان. الفونت بقى هنا كانوا عملوا الفونت بتاعهم، وهنا بيقول لك ان انت الحروف المرسلة لازم يبقى عندك دايما اخر حرف من الحروف او الحروف المرسلة تبقى كاملة. بوابة والنمط والشعاع. بصوا بقى هنا كان الابديت الجوهري اللي في الهوية. هنا قال لك ايه؟ قال لك بص احنا لما نبقى في موسم الحج هنستخدم نوعية باترنز معينة، ولما نبقى في موسم رمضان هنستخدم حاجات معينة، وفي طوال السنة هنستخدم حاجة معينة. فبالتالي انا لما اكون في موسم الحج هستخدم النمط ده، ولما اكون في موسم رمضان هستخدم النمط ده، ولما اكون في موسم في طوال العام في الايام العاديه اللي زي دلوقتي هستخدم النمط ده اللي هو ايه؟ اللي هو الحاجات العاديه. يعني مثلا في رمضان هتلاقيهم دايما رابطينها بالدله بتاعت القهوه السعوديه عشان خاطر الناس بتفطر على تمر قهوه مثلا، او الهلال. في الحج فهتلاقيهم رابطين الحج بالكعبه والمسجد النبوي والمخيمات. ده ممكن ابعته لكم عادي، التاني هرجع له وابعت لكم. طيب آخر حاجة بقى، لما تبصوا بقى هنا مثلا على الديزاينز بتاعت هوية حياكم الله قبل موسم الحج وما بعد موسم الحج، تلاقي فرق كبير. يعني مثلا احنا عندنا ده، عندك ده من موسم الحج، وده من موسم الحج، وده من موسم الحج. ده مش من موسم الحج، كما قبل موسم الحج. الفونت فارق، الباترن سيستم واللي هم الحاجات اللي ضافوها في الهويه فرقت بشكل كبير جدا 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 في الهويه. استخدام الشيبس هنا هتلاقي هي نفس الشيب دي، هي نفس الشيب دي، هي نفس الشيب دي. استخدام الباترنز هتيجي هنا برضو نفس القصه. هتلاقي فرق كبير بين الديزاينز ما قبل موسم الحج وما بعد موسم الحج. كتناغم بصري شكلها احسن كتير. يعني بص، فالهوية لو انت شغال عليها بتفرق. الهوية لو قدرت ان انت تعمل لها تديها، تبدأ تاخد الهوية وتبدأ ان انت تحسن فيها وتطور فيها وتفهمها وتتفرج كتير وتحلل بشكل كويس، تطلع معاك بنتائج خرافية جدا جدا جدا. المفروض دلوقتي ان احنا هنطبق، بس بصراحة انا مش قادر، ف هبعت لكم كتاسك واطبق معاكم المرة الجاية، او اسجل لكم فيديو بالتطبيق. ايه رأيكم النهارده في سيشن النهارده؟ شكرا لكم. استنى ما اقفل التسجيل ونرجع.